الختاميه دي. ولو يعني انا اظن ان الناس كلها المفروض دلوقتي تكون يعني مرت بالتجربه كامله، واظن ان هيبقى في مجموعه من الناس يعني ما استفادتش قوي من الموضوع لانها ما كانتش فاضيه مثلا قوي انها تدخل تشوف الفيديوهات، او ما كانتش عارفه تعمل انجيجمنت قوي قوي. وقالت ان يعني اللايف الاخير عموما ايا كان وضعك في الاثنين، ان شاء الله الكلام ده هيبقى مفيد. يعني ملوش علاقه ان انت تكون مجمع اللي قبل كده عشان تستفيد من اللي هيتقال دلوقتي. يعني القصه وما فيها ان الموضوع ببساطه عايزك تتعامل معاه جوه عقلك، ان الطبيعي والمنطقي ان انت لو معاك فلوس كتير جدا ومعاك مجموعه من الشركاء الاقوياء جدا، ناس فاهمه في مجال معين كمان من الشركاء دول، وقررت ان انت تفتح مشروع معين، طبيعي والمنطقي احنا اهو يعني مفيش عندنا اي ازمه، احنا خلاص عندنا المعلومه، عندنا الصنعه، معانا الفلوس، وقررنا نعمل مشروع. المشروع اللي احنا قررنا نعمله دلوقتي من لحظه ما احنا قاعدين مع بعض على القهوه بنختار المكان لحد ما المشروع ده يبقى قائم بذاته ويبدا يشتغل، المنطقي ياخد وقت قد ايه؟ جوه عقلك كده من غير ما تفكر، سنه، سنه ونص. طب يبدا يبقى مربح بعد قد ايه؟ سنتين ثلاثه؟ صح، الارقام منطقيه. طب ابسط حاجه اصلا لو جبت محل وقعدت تشطب فيه هتقعد سنه على ما تبدا توصل لمرحله الافتتاح، وعلى ما تمر بدوره المواسم وتفهم السنه التفاصيل بتاعتها ايه، والفتره دي بتبقى موسم، الفتره دي مش موسم، تقعد لك سنتين. فالمنطقي ان انت تتعامل مع الموضوع ده برضه ان هو باب رزق تقدر منه الكلام ده. يعني انا هتكلم معاكم باريحيه لان انتوا اخواتي وخلاص الموضوع مغلق يعني، فمش هتحفظ قوي في الكلام وابقى عامل حساب الكلمه وبتاع، لا انا هتكلم براحتي. ده باب رزق قوي جدا تقدر تركب منه عربيه احسن موديل، وتجوز نفسك وتامن مستقبلك وتشتري في كومباوند وتعمل وتلف العالم، ويبقى السقف في اللايف ستايل ملوش حدود. بس كل حاجه عظيمه ليها نقطه بدايه، ولازم جوه عقلك تتعامل مع الموضوع ده ان هي مش حاجه كده بتتعامل في جنب، لا دي محتاجه منك ان انت تتعامل مع نفسك ان انت موظف عند نفسك، موظف عند نفسك بتدي للموضوع ده بشكل يومي عدد معين من الساعات. طب والله انا ما معيش عملاء، يعني هدي الساعات دي في ايه؟ تديها في تخطيط، تديها في فكره انك انت ترسم جوه عقلك التجربه هيكون شكلها ايه، تديها في ان انت تقعد تدور وتفكر وتشوف السوق التحركات بتاعته واحتياجات الناس ايه، وتفهم الناس بتفكر ازاي، وتشوف المشاهير على السوشيال ميديا بيكتبوا ايه والناس بتتفاعل معاهم ازاي، وايه المواضيع اللي لما الناس بتنزلها لايفات معينه، ايه المواضيع اللي الناس بتفكر فيها. الحاجات دي كلها لما انت يكون عندك داتا هتعرف تجاري السوق، هتعرف تتميز، هتعرف تشوف ثغره معينه بناء على فكرك وتوجهك وطريقه تفكيرك. الحاجه الثانيه برضو من اهم الحاجات اللي لازم تكون مدركها لو انت هتدخل في الفتنس فيلد او هتدخل في المجال ده، او عايز ان انت يكون ده بالنسبه لك باب رزق، من اهم الحاجات ان انت تعرف ان دايما اللي بيتميز بسرعه الشخص اللي بيكون اصلا هو انعكاس للرساله اللي بيقدمها. بمعنى انا ما ينفعش اطلع اتكلم واقول تعالى اساعدك ازاي تغير حياتك، تعالى ازاي اخليك حياتك تبقى احسن، وانا اصلا الفيجوال اللي عندي والسوشيال ميديا بتاعتي واللايف ستايل بتاعي اللي انا بصدره للناس يكون مش متناسب مع الرساله بتاعتي. يعني انا اصلا لازم انا ابدا اهتم بصحتي، لازم انا نفسي اروح الجيم واتمرن واجتهد واحاول امر بكل التحديات اللي انا هبقى عارف ان العميل هيمر بيها، عشان ابقى فاهم ايه المشكله اللي هيعاني منها، ابقى حاسس بالناس. اكتر واحد هيجتهد في حته ان هو يغير من نفسه هو اكتر واحد عنده القدره ان هو يوجد حلول للناس عشان تتغير. هو في واحد ينفع يتعلم السواقه من الكتب نظري؟ هل ينفع ان انا اقعد اذاكر السواقه واقعد اقراها في كتب، ولا لازم انا نفسي اكون ممارس؟ فدي من الحاجات المهمه جدا جنب فكره ان انت يكون نظرتك للموضوع ان ده مشروع وان هو على ما يقوم محتاج وقت زيه كاني بفتح محل، والمنطقي ان انا اخصص للمشروع ده عدد ساعات بشكل يومي. حتى لو انا ما عنديش عملاء دلوقتي، حتى لو انا دلوقتي لسه مش مشغول، اخصص الوقت ده في البحث، في قرايه السوق، اخصص الوقت ده في ان انا ابني تجربه وادرس الناس واشوف الناس بتعمل ايه واحاول ان انا يعمل زي الناس. لان خد بالك برضه ممكن واحد
يتخيل تجربه بشكل معين ويقدمها وهي مفصوله عن الواقع، هو مش عارف اصلا السوق في ايه او الناس في ايه. بس احنا طبعا بالمبادره والحاجات اللي شرحناها للناس يعني بعدناك تماما عن انك ممكن تكون في حاجه زي كده. احنا تقريبا ادينا لك العصاره اللي بيها تقدر تبدا ويكون لك اسم، عشان برضو ما تشتتش. يبقى رقم واحد، نظرتك للموضوع لازم تبقى عارف ان ده مشروع، والطبيعي في اي مشروع على ما يقوم محتاج له سنتين، والطبيعي لاي مشروع عشان يقوم محتاج ان انت كل يوم تديله عدد ساعات بشكل مستمر. مش معنى ان انت بتقدم خدمه بنفسك، لا، انت موظف عند نفسك، فلازم كل يوم تدي للموضوع وقت. الحاجه الثالثه من اكتر الحاجات اللي هتسهل عليك فكره ان انت تلاقي محتوى، فكره ان انت تلاقي حاجه تصورها، فكره ان انت اصلا يكون عندك القدره على ايجاد الحلول، ان انت نفسك تكون انعكاس للحاجه اللي انت بتقدمها. يعني انا نفسي ما ينفعش ان انا يكون وزني زايد وماليش سابقه مثلا في ان انا مثلا عندي صوره فورمه حتى، او ان انا يعني ما بقولكش ان انت لازم يكون عندك 6 باكس وتكون بتتصور وانت قالع والكلام ده كله، مش ده قصدي. قصدي ان انت حتى تكون فت، يكون شكلك بيعكس اللي انت بتقوله، يكون عندك حتى في الفيجوال بتاعتك على السوشيال ميديا ستوري او اتنين وانت بتحضر اكل صحي، وتكون حقيقي، يعني مش تفيكت، انت تكون انت ده اصلا، تكون ده الانسان ده. بتروح الجيم، بتتمرن، بتشير ده بشكل طبيعي. لان خد بالك، احلى سوشيال ميديا واسهل سوشيال ميديا تتلعب هي فكره ان انا اكون شخص حقيقي وبشير لقطات من حياتي الحقيقيه الطبيعيه. دي من اكتر الحاجات اللي بتجيب مع الناس، فكره ان انت تكون حقيقي. ففكره ان انت لازم برضو تكون عارف ان اي حد بيروح للاكستريم في مجال معين ده اسهل واحد يعرف يبيع. يعني كل ما تجتهد في حاجه تكنيكال تعملها بنفسك، كل ما تجتهد في تمرينك، تطور اوزانك، تطور قوتك، يكون عندك فضول ان انت تكتشف اقصى حدود نفسك، تطور الموبيليتي، تطور الفتنس، مثلا تعمل تجربه معينه خاصه بيك من جري مثلا مع ميكس عجل مع سباحه، حاجه معينه انت بتروح فيها في الاكستريم، فبيكون عندك كميه تفاصيل للتجربه بتاعتك بتعملها كده وانت سايب ايدك. انما فكره بقى انا بص دي مصلحه بعملها وده كورس هخش اذاكره وتعالى بقى اقول لك تعمل دايت ورك اوت ازاي وانت اصلا مالكش فيها ومالكش علاقه بالموضوع، مش هتمشي. لان العميل ذكي جدا، والعميل خد بالك بيشترك بالعاطفه مش بالمنطق. يعني مفيش حد بيدفع في حاجه اصلا فلوس بالمنطق، كله بيشتري بالعاطفه. يعني اقول لك على حاجه ببساطه، يعني هو نص الحاجات الغاليه اللي احنا بنشتريها لو جينا نفكر هنلاقي ان احنا مش محتاجينها. يعني اللاب اللي انا طالع منه لايف ده انا مش محتاجه، الديكور في المكان انا مش محتاجه، دي مثلا لا انا محتاجه عادي، النضاره مش محتاجه، حاجات زي كده. يعني عربيتي نفسها انا مش محتاجها. يعني لو الموضوع في اطار الاحتياج، طب ما انا اركب مواصلات او اجيب عربيه ارخص شويه مثلا. الناس بتشتري بالايه؟ بالعاطفه. فهو من اكتر الحاجات اللي هتخلي الناس تشترك معاك هي فكره ارتباطهم بيك انت. طب انا هرتبط بيك ازاي؟ هرتبط بيك من خلال ان انا اسمع منك. طب انا هسمع منك ايه وانت اصلا ما عندكش حاجه تسمعها لي؟ انت ما فيش حاجه اصلا تعلمها لي، انا هتعلم منك ايه؟ فانت لازم انت نفسك كشخص تكون انعكاس للرساله اللي انت بتقدمها. وده مش معناه ان انا بقول لك اقلع وتصور وانت عامل 6 باكس، لا، وريني انك بتتمرن، وريني انك بتشيل اوزان، وريني انك بتتمرن باداء صحيح، وريني ان انت النظام الغذائي بتاعك على مدار اليوم فيه افكار، وان انت عندك حلول تقدر تقدمها لي. لو انا قلت لك مثلا انا في اكله معينه ما بحبهاش ومحتاج ان انا عايز تعديل للكلام ده، وريني ان انت حد في جزء من يومك بتخصصه لحل مشاكل الناس. يعني جزء من الفيجوال بتاعتك كده لازم ان انت تكون بتفتح كده اللابتوب وبتحكي النهارده يا شباب كان في شاب بيكلمني بيقول لي ان هو ظهره كان بيوجعه بعد الشغل، وكان فاكر ان هو عنده اصابه، بس دي مشكله في الهيب جوينت، ولما عملت له تمرين 1 2 3 الراجل بعد 3 ايام ارتاح مثلا. فبدات افهم اصلا وانا بتفرج عليك وبتابعك ان الراجل ده عنده حلول. يبقى الوجع اللي في رقبتي ده الراجل ده اكيد عنده حل ليه، وهكذا. فكره الرسائل بقى اللي انت بتوصلها للناس الفتره الجايه هتكون بتقول فيها ايه؟ يبقى واحد، تتعامل مع الموضوع انه محتاج وقت، وقبل واحد ده باب رزق قوي جدا يخليك تعمل ملايين. بس الموضوع محتاج وقت، مفيش ملايين بتحصل في وقت بسيط او في وقت صغير، او مفيش شورت كات.
انا بكلمك على اللونج تيرم. هل في ناس بتكسب من الموضوع ده فلوس كويسه وقدرت تعمل لايف ستايل قوي؟ في كتير كتير، وماسك شغلهم واصحابي ودايرتي ومعارفي فلوس مرعبه في الفتنس اندستري، لان كل بيت في واحد يا عايز يتخن يا واحد عايز يخس، والناس بتحب تجرب. يعني الاندستري دي الناس بتحب تجرب. يعني هو بيتابع مع صلاح سليم في SST، بعدها بشويه يقول لك لا بس انا حسيت كده ان الشركه دي سيستم وبتاع، ناس حد اكلمه يرد هو عليا، يتواصل معايا بشكل مباشر. هنا فرصتك، ده هيبقى مركز معايا، ده معاه عدد قليل فهيبقى متابعني. فرصتك ان انت تقدم تجربه اقوى، فرصتك ان انت تقدم وعد انك انت بترد عليه بنفسك، فرصتك انك تعمل اللي انا مش قادر اعمله في SST. انا ما اقدرش ادخل مع الناس كل يوم زوم ميتنج، انت تقدر تكلمه الصبح وبالليل، تكلمه في نص اليوم. فرصتك بقى، عزز التجربه على قد ما تقدر، قدم ودي بقى على قد ما تقدر، وبيع غالي عادي. بس ده عشان يحصل انا بوديك ايه؟ بوديك للمستقبل. ده عشان يحصل محتاج تتعامل مع عقلك ان ده باب رزق قوي انت شبطه فيه. الحاجه الثانيه هي ديجيتال، ما هو انت برضو لازم تبقى فاهم دي. هي حاجه سيرفيس بتقدم ديجيتال، يعني دي حاجه بتقدم اونلاين. فاونلاين انا هوصل للناس ازاي؟ هوصل لهم عن طريق السوشيال ميديا. فبالتوازي مع فكره ان انت تكون عندك سيرفيس، عندك سيستم، عندك المحل جاهز، المحل من الاخر اللي هتقابل فيه الزباين وتعمل لهم الاكل جاهز. لازم بقى احنا نعرف الناس ان احنا موجودين. فنعرف الناس ان احنا موجودين ازاي؟ سوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا دي من اول يوم لازم تبدا سوشيال ميديا. وعشان الاقي حاجه اقولها على السوشيال ميديا، انت مش محتاج تروح تجيب تيم ماركتنج وتجيب واحد بتاع ادز وتجيب حد يعمل لك استراتيجي وتجيب واحد يعمل لك مش عارف ايه. مفيش الكلام ده. الكلام ده ما بياكلش عيش. مش نقطه بدايه صح. نقطه البدايه الصح ان انت اصلا تبقى حقيقي. اروح النهارده الجيم وابدا دايت واخد جسمي ده كده كتجربه في الاكستريم، انا هوديه في اقصى حدوده، هوديه لابعد نقطه ممكنه. وانت بتعمل ده اعمل دوكيومنتيشن لده، وثق ده. مش توثقه بقى النهارده اليوم الاول في المشروع، لا لا لا، كلايف ستايل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. انا لو راجل عندي دايره متابعين 200 واحد من اصحابي، انا وصلت رساله لل 200 واحد اللي عندي ان انا اوريدي خلاص بقيت انا هويتي اتغيرت، انا بقيت واحد تاني. صاحبكم اللي كان بيقعد معاكم على القهوه وبتاع مش عارف، انا خدت قرار وبقيت في حته تانيه خالص. انا هعمل ترانسفورميشن لحياتي. اول فتره الناس هتتريق عليك، وبعدها هيسفوا عليك، وهتبقى انت الحديث بتاع الشله والبيت والناس كلها، تمام. بس مع الوقت، مع صبرك على حاجه زي دي، ومع بدايه ان الناس تبدا تشوف ان الموضوع مش هبه، لا ده انت مكمل. بقول لك ايه، انا حاسس ان انا كده جيت اعمل تحاليل لقيت الكوليسترول عندي عالي. انت شايف اعمل ايه؟ تبدا الناس تطلب منك، تبدا الناس تتكلم معاك. فمحتاج ان انت زي ما قلت لك كده، عشان برضو انا بحب اقعد اتشعب في الحوارات يعني. إيه، واحد، باب رزق قوي. اثنين، زي ما قلت لكم ان انت لازم تبقى عارف ان الموضوع هياخد وقت، انعكاس للسيرفيس اللي انت بتقدمها. تشتغل سوشيال ميديا من اول يوم، دي مهمه جدا، وتصبر. وحاجه بقى كمان من الحاجات اللي هتسهل عليك فكره ان انت تنتشر ويبدا الموضوع يكبر معاك نمو صحي، هي فكره ان اي شركه بتعمل فري سامبل. اي شركه، اي منتج جديد بيبقى فيه فري سامبل. يعني مثلا لما بيبقى في اكبر شركه مكملات في مصر بتعمل برودكت جديد او بتعمل منتج جديد، بتقوم عامله ايه؟ بتقوم جايبه اكتر ناس معروفه مثلا في الاندستري وبعت لهم كراتين بالمنتجات دي. انت مثلا لو ماشي في مول بتلاقي الناس حتى لو برفيوم غالي، تلاقي الناس ايه بترش عليك، او محطوط ازايز تستر الناس تشوف منها. طب احنا في السيرفيس عندنا ممكن نعمل ده ازاي؟ ممكن بعد ما نبدا نوري للناس شويه فيجوال عندنا ان احنا بقى لينا فيها، وان احنا اللايف ستايل بتاعنا بقى مختلف، هم عاملين حركه صايعه قوي. منزلين ان احنا نقدر ناخد 10 15 واحد او خمسه، هنتابعهم بشكل مجاني، بس يكونوا ناس جد وناس فعلا عايزه تتغير وناس مش عارف ايه، بس بشرط هنوثق النتائج بتاعتهم في الاخر. وابدا انت مش شرط تظهرهم، ابدا انت تابعهم وركز معاهم وتعلم فيهم برضه، لان انت خد بالك ممكن يبقى معاك المعلومه ان انت تعمل دايت ورك اوت، بس لسه مش عندك النو هاو بتاعت التواصل، لسه ما فهمتش. ففكره التواصل مع واحد مش دافع فلوس بتبقى نفسيا ما تضغطكش قوي زي واحد مثلا دافع لك فلوس ومشترك معاك وبتاع. انت بتبقى مقلق لا تقول حاجه غلط، تعمل حاجه غلط، تتصرف بشكل معين. فانت لما تاخد يعني ايه
محاكاه امنه للموضوع، دي هتديك ثقل نفسي لما تيجي تطلب بقى فلوس من الناس. الموضوع هيفرق معاك. تاني، انا مش عارف اجيب عميل، فالعميل هيجي ازاي؟ هيجي عن طريق ان انا اعرض الخدمات بتاعتي على مجموعه بشكل مجاني. هعرض خدماتي على مجموعه بشكل مجاني. المجموعه اللي انا هعرض عليهم خدماتي دول هشترط عليهم ان انا هشارك الفيدباك بتاعتهم. اصل في ناس تقول لك ما تنزلش صورتي، ماشي عادي، هنزلها بلبس وهتابعك بعدها 3 شهور كمان. مثلا قال لك لا انا مش عايز انزل صورتي خالص، طب يا عم نزل لي فيدباك انت من غير ما تقلع هدومك ومن غير صورتك ولا اي حاجه. اعمل فيديو قول ان انت تابعت معايا 1 2 3 وحققنا نتيجه 1 2 3، هتلاقي ناس توافق على ده. طب قال لك انا مش عايز اعمل ده، يا عم خد منه سكرين شوت في الشات نزله عندك. يعني اعمل تنوع عادي، وهتلاقي ناس، يعني هتلاقي اصحابك ناس كتيره جدا في دايرتك هتبقى حابه ان هي تخدمك يعني، ويتكلموا ويحكوا عن التجربه بتاعتك. بس دي اقوى نقطه بدايه واقوى بروف ليك انت في البدايه ان انت ليك فيه، ان انت عندك الحل، ان انت تقدر تفيد الناس. فكره ان انت تاخد مجموعه تتابعهم بشكل مجاني وتشارك الفيدباك بتاعتهم مع الناس، ودي هتكون سبب ان العجله هتدور. هي كذا حاجه بالتوازي مع بعض، كذا رساله لازم تظهر للناس عشان الناس تتشجع وتبدا تدفع معاك فلوس. الرساله الاولى، انا من الفيلد، انا اصلا ليا فيه، انا كشخص انا اقدر احولك، انا اقدر اخدك تبقى زيي، انا عندي حلول. كل دي تيجي بايه؟ بانك توريني على السوشيال ميديا انك بتعمل ده، مش مجرد واخد كورس وهتتعلم فيه. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا 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 جدا، وناس كتير بتبقى فاكره ان مش صح ان انا اعمل ده وانا ببدا. لازم يكون عندك حاجات ظاهره في عين العميل تعرفه ان الموضوع سيريس وانك بروفيشنال. طب ده انا اعمله ازاي؟ انا لسه بادئ. دي تعمل ازاي؟ ابسط حاجه، لو انت عامل طبخه حلوه قوي وعامل اكل جميل قوي، بس انت عامل مطبخ تمام ومفيش قعده، او حتى في قعده وعامل الوجبه ومفيش طبق تقدمه فيه، طب انا يعني مش هوصل معاك لمرحله ان انا ادوق اللي عندك، لان اصلا مفيش حاجه ظاهره عندي قدامي تبين لي ان انت حد اصلا بيبيع. انا هدفع فلوس لحاجه مش موجوده اصلا، مفيش محل اشتري منه. فهي دي نفس الفكره. من اكتر الحاجات اللي دلوقتي رخيصه مش غاليه، بس تظهر للعميل ان انت حد فعلا جد. ابسط حاجه ان انت يكون عندك لاندنج بيج او ويب سايت عليه بس السي في بتاعك، انت مين، حاجات شخصيه عنك، مش لازم سي في، تمام، انت مين وبتعمل ايه، ويكون عليه تفاصيل السيرفيس، وانت هتساعد الناس تعمل ايه، ورسالتك ايه، والكول تو اكشن بقى اللي هو يعني الاسعار بتاعت الباكجات وتفاصيل الباكج بتاعتك واللينك بتاع البيمنت. انا لو شفت فيديو على السوشيال ميديا ولقيت حد بيبيع حاجه معينه وبعدين لقيت ويب سايت قدامي، لا ده فيه سيستم، عكس ان انا اقوم باعت لك على الواتساب وتقوم باعت لي تفاصيل مكتوبه بالايه يعني يدوي كده وبتاع، احس ان ايه ده بيتعلم، ده بيجرب فيا لسه. انا فكره ان انت يكون عندك لاندنج بيج تعرفيها بيك او ويب سايت بسيط. الحاجات دي بقت رخيصه جدا، الحاجات دي مش غاليه خالص، الحاجات دي بتتعمل عادي. ويب سايت بسيط بيك، تعريف بيك، ويكون عليه تفاصيل الخدمه وشرحها. حتى قدام لما تشتغل اعلانات، لما تيجي تاخد بقى الفيدباك من العميل ده، زي ما صلاح سليم بيعمل، زي ما اس اس تي بتعمل، زي ما كل المدربين بيعملوا، بتلاقي ايه الموضوع عباره عن ايه قدام، عند مرحله لما ربنا يكرمك والدنيا تدور قدام، انت مش هيبقى ليك علاقه بالموضوع خالص. انت بتاخد الفيدباك من العملاء، الحاجات دي بتقوم طالعه اعلان، العميل بيشوف الاعلان بيضغط، يتفتح له تفاصيل الاشتراك على الويب سايت، هوب دخل بياناته اشترك. انت تاني يوم الصبح بتفتح الويب سايت بتلاقي فلان اشترك وده رقم، فلان اشترك وده رقم، فلان اشترك وده رقم، تقوم داخل متواصل معاه مظبط معاه كل حاجه. بس احنا في البدايه عادي جدا نشتغل واتساب، مفيش مشكله، مش لازم يعني حتى تحط بيمنت جيت واي عليها والناس تدفع من على الويب سايت. بس بتكلم فكره ان انت يكون في حاجه بتبين ان انت حد عامل شغل في سيستم في شغل. الحاجه الثانيه لازم تكون باني سيرفيس. ما هو انت هتشتغل ازاي؟ دي اهم حاجه، لازم تكون باني سيرفيس. يعني لازم يكون عندك تخطيط وفلو واحد. يعني ايه؟ عشان بس ما تحسش ان الكلام معقد. انت نزلت دلوقتي وخلاص قفلت معايا وقمت منزل عندك على السوشيال ميديا وما سمعتش كلامي، ما عملتش اي حاجه من اللي انا قلت عليها دي، بس قمت منزل يا جدعان انا اقدر اتابعكم والثلاث شهور ب 3000 جنيه، والواتساب اهو، والناس اشتركت معاك ودفعوا 3000 جنيه. هتعمل ايه بعدها؟ يعني هتقول للناس ايه بعدها؟ ايه الاكسبيرينس اللي هتقدمها؟ هتكولكت الداتا من الناس ازاي؟ يعني ايه الكويستشنير بتاعك؟ هتسال الناس تقول لهم ايه؟ ايه فين بقى الاسسمنت؟ ايه الاختبارات اللي هتعملها؟ طب بعد ما يبعت لك الاختبارات
انت هتسلمه الدايت بعد قد ايه؟ طب هتكريت الدايت والورك اوت على ايه؟ طب البي دي اف هيبقى شكله ايه؟ طب انت هتغير له تاني امتى؟ طب هتعرف اصلا منين ان ميعاد التغيير بتاعه جه؟ فلازم هنا السيستم، ودي محلوله يعني فيت اكسبرت عادي تقدر ان احنا ايه نظبط لك دي. القصه دي سهله، بس بتكلم لازم يكون في سيرفيس مبنيه. هو انا يعني هطبخ وانا ما عنديش اطباق؟ يعني انا عندي حلل بس والبوتاجاز وبتاع، طب خلاص ماشي، الناس قاعده عايزه تاكل بره، هحط لهم بقى الاكل في ايه؟ ما فيش لا ترابيزه ولا كراسي ولا في اي حاجه. هتلاقي نفسك محتار وعمال تلف حوالين نفسك. ممكن يكون عندك المعلومه، ممكن تكون شاطر جدا، ممكن يكون الموضوع بالنسبه لك ممتاز حتى مع الناس اللي انت متابعهم فري. يعني الناس اللي انت متابعهم فري لما يدخل ويلاقي سيستم ويلاقي قصه، خد بالك من حاجه انا هقولها لك. انت يعني اللي راح الجيم هيبقى لامسها. الرياضه دي بتاعتنا او قصه ان حد يحسن من حياته ومن صحته، هي من اكتر الحاجات اللي بتخلي المدربين ينتشروا فيها هي الرغي. يعني كل واحد فينا في الجيم وانت قاعد كده بتتمرن على الجهاز، بتلاقينا بنروح بقى نتعرف على بعض ونتكلم مع بعض، وكل واحد بيقعد يحكي للتاني عن تجربته، سواء بمكمل خده ساعده انه يخس، او بتمرينه معينه بيعملها بتفرق معاه قوي في الباي او في التراي، او بتجربه سيئه مع مدرب دفع له فلوس وضحك عليه، او قويه جدا مع حد هو بيشاركها مع الناس. لك لا 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 لا، سيبك بقى من صلاح سليم والناس المشهوره اللي عندها الاف ده اللي بيرد لك كل يومين وبتاع. ده انا معايا حته واد دكتور كده صغير اسمه محمد مش عارف ايه، لسه متابع معاه، بص مجرم، بيكلمني كل يوم مش عارف ايه، وعنده ابلكيشن وعنده سيستم وعنده واد جامد. انا اتمرنت معاه وهو خد بالك عشان لسه بيبدا وبتاع ما خدش مني فلوس والله، بس انا ممكن اظبطك معاه خليه يعمل لك خصم حلو. الناس كده في الجيم. فحتى الناس الفري اللي انت تابعتها لو انت قدرت تبهرهم من البدايه، دي من اكتر الحاجات. اصل خد بالك اقول لك اتعامل مع الموضوع ان هو ايه، اتعامل مع الموضوع ان انت هدفك انك تطلع الدور العاشر. الدور العاشر اللي هو ليفل الوحش، اللي هو حته بقى ايه الناس اللي هم اللهم بارك اللهم بارك ربنا يزيدهم من نعيم الله، تكسر حاجز النص مليون جنيه من السيرفيس والمليون جنيه من السيرفيس، والله موجودين. الناس دي مثلا خلينا نقول ان هم في الدور العاشر. الناس دي كل اللي راح للنقطه دي هو طلع بيبي ستيبس بيبي ستيبس بيبي ستيبس لحد ما وصل لهم. بس المشترك في القصه ايه؟ انها خطوات مستمره وفي اتجاه صح. وكل الشباب اللي قدرت تعمل حاجه زي دي كانت بتتعامل مع الموضوع جوه عقلها انه مشروع وشغلانه حقيقيه، محتاجه وقت وطاقه واستثمار مادي ومعنوي وفكري، محتاجه كل ان انت تكون بكل اللي تقدر عليه. انما هي مش كورس احنا خدناه وخلينا نجرب على السوشيال ميديا وبتاع، لا مش هتكمل. ما اقول لك على حاجه يعني، مثلا لو الدفعه بتاعت المبادره اللي بيتكلموا معايا دلوقتي مثلا 400 فرد، انا بقول لك ممكن مثلا اجمالي اللي يكمل ويوصل للارقام العاليه دي يكون 10 15 واحد. السؤال بقى ليه ما تكونش انت من ال 10 15 واحد؟ هي بقى على قد طاقتك وتركيزك والتزامك وصبرك، هو ده اللي هيفصل ما بين الحاجتين دول. عشان ما توهش منكم تاني، ارجع تاني للنقطه ان انت لازم تكون باني سيرفيس. اوعى تغلط غلطه ان انت تبدا شغل وانت سايبها كده هنشوف الكلام على ايه. مفيش حاجه اسمها كده. انت هتكبر واحده واحده وانت اصلا عامل اساس صح. يعني ماشي احنا بادئين مشروع صغير وهنشوفه هيكبر هيروح لحد فين، بس بانيين اساس صح. يعني جبنا محل، شطبناه، جبنا بضاعه، جبنا بياعين واقفين، وعملنا اعلانات على السوشيال ميديا وصابرين بقى. احنا بنصبر بقى نشوف بقى المحل ده هيكبر، هيبقوا محلين، هيبقوا ثلاثه، الدنيا هتعطل معانا، هنشوف الحلول ايه. بس في النهايه انا اتعاملت مع الموضوع انه مشروع، الموضوع سيريس، فانا عملت مشروع. وانت كذلك لازم تعمل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اكون انعكاس للرساله. انا اكون انعكاس للرساله، خد بالك عشان دي اهم حاجه في الموضوع. لان الموضوع كله ما هو الا رسائل بتوصلها في عقل الناس وبتبني رصيدك عندهم واحده واحده. فبسم الله الرحمن الرحيم من اسهل الحاجات اللي تسهل عليك انك توجد كونتنت، انك انت اصلا تبقى في الاكستريم في الموضوع، انت نفسك تكون بتتمرن وشاد جدا. ادي اول حاجه. قبل ده لازم يكون نظرتي للموضوع صح. ده مشروع قوي جدا، هيبقى باب رزق ضخم جدا، هقدر اجوز منه نفسي واجيب لنفسي شقه ملك واشتري في الساحل واجيب عربيه واعمل صدق ده صدق ده، لان الناس عامله ده والسوشيال ميديا موجودين واللايف ستايل بتاعهم بيبان قدامكم والموضوع مش سر، وهي من الهاي انكم سكيلز. فانت لازم تكون عارف ده ومصدقه. الحاجه الثانيه انك انت لازم تكون عارف ان هي حاجه ديجيتال،
هي حاجه سيرفيس اونلاين. فلازم انا اكون عارف ان زي ما انا ببني حاجه وبطور نفسي فيها تكنيكال، لازم بالتوازي مع ده سوشيال ميديا. وسوشيال ميديا باستمرار وبصبر. والموضوع دلوقتي مش زي زمان. يعني زمان وانا ببدا كانت الالجوريزم مربوطه بعدد الفولورز بتوعك. يعني انا مثلا عندي فولورز كتير فبجيب تفاعل كتير، انا ما عنديش فولورز فما بجيبش تفاعل. دلوقتي انت ممكن تكون لسه مكريت اكونت النهارده على الانستجرام، زيرو فولور، وتنزل فيديو صح معمول بطريقه حلوه، معمول بطريقه فيها شويه فكر ولذاذه، تلاقيه ضرب وجاب 2 مليون فيو. فعادي، عادي جدا. انت معاك دلوقتي الشورت كات، الالجوريزم دلوقتي ممكن تطلعك في ثانيه. بس هي الفكره. وممكن برضو تفضل قاعد تنزل حاجات وتلاقي الناس ما حدش بيتفاعل معاك، والموضوع يكون محتاج منك ان انت بس تفهم هتصور ايه. فالقصد من الكلام ان السوشيال ميديا دلوقتي اصعب واسهل. يعني اصعب واسهل الاثنين مع بعض. صعوبتها في انها عايزه صبر بس واستمراريه، واسهل ان ممكن حاجه كده تقوم ضربه معاك، تلاقي نفسك فجاه بقيت ترند كده طالع مع منى الشاذلي ولا حاجه. المهم، فقصه السوشيال ميديا لازم تكون بالتوازي مع الموضوع. اخر حاجه، لازم انا اكون عندي زي ما قلت لكم كده محضر المشروع، ويب سايت تعريفي بيا، اكون مهتم بالتفاصيل بتاعه ان انا بظهر ان انا حد سيريس. اللي بعد كده ايه؟ ان انا اكون باني سيرفيس. لازم اكون باني سيرفيس، لازم يكون عندي الفلو واضح. واخيرا ازاي نجيب اول مجموعه من العملاء، دي انا قلت لك عليها. ان انت هتعرض على الناس ان انت تاخد مجموعه مجانا وتاخد منهم فيدباك، وتبدا ان انت ايه شير ده يعني. وده هيفرق معاك في فكره ان انت تبدا تنتشر ويبدا الموضوع يمشي معاك واحده واحده. وطبعا من باب التيسير على الناس، في اوفر احنا هنعمله لغايه يوم 1/8. اي حد عايز يعمل ويب سايت معانا، اي حد عايز يعمل براندد اب معانا، يعني يبقى ليك ابلكيشن على الاب ستور باسمك انت، بالهويه التجاريه بتاعتك انت، ويبقى ليك ويب سايت تعريفي بتاعك انت. غير ان هو سعره هيكون غير ان هو سعره هيكون مخفض. تقدر كمان تقسط لنا ثمنه على 3 دفعات. ده بالنسبه لده. بالنسبه برضو للباكجات بتاعه فيت اكسبرت، في حاليا خصم معمول، بس انا هدي لكل الناس اللي موجوده معايا في المبادره خصم اضافي فوقها 50%. انا عايز ازق الناس كلها انها تشتغل. انا عايز احنا نشتغل مع بعض قدام كمان. انا عايزكم تكبروا، وعايز بامر الله بامر الله بامر الله بامر الله نوصل لمرحله ان احنا كمان 6 شهور شغل، 7 شهور شغل، توصلوا معايا ان انتوا تحضروا معايا الايفنت بتاع الهاي اتشيفر اللي الناس بتيجي معايا تتكرم فيه، اللي احنا عملناه بتاع 3 مرات. وادخلكم بقى في البروجرامز بتاعت الافيليت سيستم والحاجات اللي هي الجميله اللي الناس بتعملها معانا. ما كل الناس دي كانت بادئه معانا من المبادره. فانا هحاول ايسر على الناس قدر الامكان ان حتى كمان الويب سايت اول دفعه مش لازم وقت التعاقد، ممكن بعدها بشهر. يعني 3 اقساط، يعني يعتبر على 4 شهور مش على 3. اول دفعه تعاقد ادفعها بعد شهر من كرياتة الحاجه. و50% خصم على كل الباكجات بتاعت فيت اكسبرت. وان شاء الله نثبت الاوفر ده يعني ايه للناس بامر الله. بس هيبقى الديدلاين بتاعه 1/8. اللهم صل على النبي. كنت عايز اقول ايه كده. احنا اتكلمنا عن السيرفيس، اتكلمنا عن طب افتح كده يا عمر الاسئله بتاعت الناس. هو اصلا الناس اوبشن عندها انها تفتح، والله انا بحسب انت اللي حابسهم. لا مش طيب ماشي. طيب معانا ان شاء الله يعني نص ساعه كده اسئله. بس خلينا بالدور كده نشوف مين اول واحد عنده اي استفسار، عنده اي سؤال. احنا مع بعض يعني. وان شاء الله الاسئله برضو خدوا بالكم، يعني كل ما يبقى في سؤال انا احاول ما اردش على قد السؤال بالظبط. احاول بامر الله ان انا يعني ايه، لو في اجابات اكبر، حاجات تفتح لنا افكار ان انا اقول لكم معلومات اكتر، ان شاء الله هعمل ده دلوقتي. طيب ما تيجي هو ماشي. اتكلم كده. عبد الله عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش سامعك كويس يا عبد الله. حضرتك سامعني كده؟ لحظه واحده يا بودي. سامعك دلوقتي. انا مبسوط جدا ان والله يعني مبسوط جدا بجد، مش عارف اقول ايه والله. الله يحفظك يا سؤال حبيبي. بس على السريع كده، لو حضرتك مكان مدرب لسه بيبدا، ايه ال3 مهارات اللي نركز عليهم اول السنه؟ وازاي ابني المهارات ثقه المهارات اللي وازاي ابني هركز ثقه عليها. الناس فيا؟ بص يا الثقه هتيجي، خد بالك انا اعتبر جاوبتك على ده. يعني الثقه هتيجي في الناس فيا من حته حاجتين. اول حاجه ان الناس تشوف من الحاجات بتاعتي على السوشيال ميديا ان انا حد ملتزم، ان انا حد سيريس وملتزم. طب الالتزام والجديه بتبان في ايه؟ بتبان في اللايف ستايل اللي انا بشاركه مع الناس.
انا كل يوم بوري للناس ان انا شخص بنزل التمرين سيريس في يومي، وبخصص وقت لان انا بطور نفسي وبشتغل على اهدافي وطموحي وحاجات زي كده. وفي وقت بخصصه من اليوم ان انا برد على تساؤلات الناس وبشارك مع الناس، بفتح السيستم وبوري للناس انا حلول المشاكل ايه وبتاع، في اطار ان انت بتعمل كونتنت educational للناس، بس انت بتظهر ان الكونتنت ده من واقع، من حلول مشاكل الناس. فانا والله لما ادخل عند واحد اوريدي اللايف ستايل بتاعه عاجبني، انا شايفه بيطور نفسه وشايفه بيتكلم لنفسه في تفاصيل تكنيكال كتيره جدا، وفي نفس الوقت شايفه ملتزم وكل يوم بيخصص من يومه وقت يرد فيه على الناس، فاتح اللاب، بيشتغل في كافيه، بيعمل مش عارف ايه وبتاع، اوريدي خلاص انا واثق ان الشخص ده حقيقي وموجود. فاهم؟ فهي الموضوع بس محتاج ان انت تعمل حاجات معينه بشكل روتيني وتصبر عليه. طب اخر سؤال معذره بس. براحتك براحتك خالص، معذره ايه. انا كمدرب فتنس في بدايه مشواري بحاول ابني اسم على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت يعني ساعتين معايا في اليوم اطور نفسي علميا وكمحتوى. حضرتك تنصحني بثلاث حاجات اركز عليهم ايه في اول سنه ليا في المجال؟ اول سنه ليك في المجال شير على قد ما تقدر كل اللي انت بتعمله. يعني انت مدرب فتنس ومثلا بتتمرن، او مدرب في فلور مثلا معين، او ماسك نادي، او ايا كان، انا مش عارف تفاصيل الحاجه ايه، حاول توثق على قد ما تقدر، حاول تكتسب عاده ان انت بتشير مع الناس ما يخص الشغل، لان خد بالك هي بتبقى عاده. يعني انت لو اتعودت على فكره ان انت دخلت في روتين حياتك الجديد، لان هي الموضوع بيبقى تقيل في الاول. انا بحب الحياه برايفت وبتاع والدنيا جميله، لما بتصور صوره بقعد اعمل لها ايديت واختار الصوره الصح والزاويه الصح وبنزلها وخلاص. انما فكره بقى ان انا افتح الكاميرا وابقى منكوش ومش عارف ايه في اي زاويه في اي شوت في اي حاجه وبشير ستوريز والكلام ده كله، دي بتبقى جديده على الواحد. فانت عود نفسك على ده، بس عود نفسك على ده طالما هي حاجه شغل. فاهم ازاي؟ وهي زي ما قلت لك احنا بنوصل للناس رسائل ضمنيه، رسائل ضمنيه بالهويه بتاعت الشخص اللي قدامي. فانا مش هعرف ده وانت مش بتشير معايا، انا مش هعرف ده وانت مش موجود كل يوم. وخد بالك زي ما الالجوريزم ممكن توديك بسرعه، الموضوع محتاج تواجد مستمر، انت في لحظه تتنسي لان المعروض كتير. فاهم دماغي؟ فاهم حضرتك. طب سؤال تاني، معاك يا حبيبي. إيه اللي يفرق مدرب ناجح عن مدرب؟ يعني المدربين عندهم نفس المعلومات، بس ايه اللي المدرب ينجح والمدرب التاني يفشل؟ مهارات التواصل بس. مهارات طب التواصل دي في بقى منها حاجتين، انك انت تكون مستمع جيد، تمام، مستمع جيد جدا، وفي نفس الوقت تكون حد بيتكلم، حد بيشير، حد بيحكي. فانت واحد مثلا جامد جدا وتكنيكال قوي جدا وشكله جميل جدا وشغال في مكان حلو جدا، بس مش بيشير اي حاجه مع الناس ولا بيتكلم ولا بيعمل ولا بينجيج ومنعزل كده وساكت وبتاع، شايف خلاص مش انا هشتغل. كده وعندي الحاجه دي، بس انا كده مش عارف استخدمها. ما هو اي سلوك بشري قابل للتعديل، يعني اي حاجه عند الانسان ينفع تعدل. دي نقطه بتاع حلوه انك انت تكون مصدق ده. انا الهويه بتعلمها نفسها من حضرتك في تتغير. الستوريز بس. فاهم قصدي؟ يعني انت نفسك لو فاهم. ليك هويه معينه ينفع تغيرها عادي. فاهم؟ بس هي عايزه ايه؟ ارمي نفسك وابدا جرب واكسر الحاجز، ومع الوقت الحاجه اللي بتتعمل بصعوبه وهي تقيله على النفس بتبقى حاجه عاديه. زي فكره انك انت تتكلم قدام ناس كتير. يعني لو انت اتعزمت مثلا في ايفنت ولا حاجه وجاي تتكرم، انت بتبقى مش شاغل بالك بالموضوع خالص، بس يومها رحت لقيت ستيج كبير قوي قوي قوي، وانت ليك توك 5 دقائق قدام كل الناس، الاضواء عليك والناس كلها بصلك في عينيك، موضوع مرعب، هتلاقي قلبك بيعمل كده كده. بس مجرد ما تمسك المايك هتتلعثم كده مثلا اول دقيقتين 3، بعد كده هتلاقي نفسك خلاص كلت الجو. هي كل حاجه في الحياه كده. وصلت؟ اكسر وصلت الحاجه جدا. وابدا بس. واي سلوك بشري قابل للتعديل بس. سؤال تاني ممكن؟ براحتك. لو عندي ساعتين في اليوم ما بين اطور فيهم نفسي كعلميا وكابني محتوى، اقسمهم ازاي؟ ساعه وساعه بس. يعني انت قاعد اهو اقعد ذاكر تمام، وفي ختام الموضوع خلي ربع ساعه تصور فيها الحاجات اللي انت ذاكرتها دي، شير شويه معلومات وبتاع، ده جنب الستوريز اللي هتعملها على مدار اليوم. بس خد بالك السوشيال ميديا بسيطه قوي، انت عارف ممكن تعمل ايه؟ يعني انا دخلت سوبر ماركت مثلا وشفت 3 انواع مثلا اكلات معينه، دلوقتي يا شباب هوريكم الفرق في الكالوريز ما بين 1 2 3 تك تك تك، ادي كونتنت. فاهم قصدي؟ يعني أنا بالنسبه لي مثلا فاهم. شايف اللايف اللي انا عملته معاكم دلوقتي ده، انا لو ممكن اطلع منه 70 80 ريل مثلا. ايه كده يعني فاهم؟ عند مرحله معينه قدام بقى لما يبقى عندك الرفاهيه والطاقه والوقت والفلوس،
انك كل شهر تقوم عامل مثلا كامبين بروفيشنال، جايب حد قاعد معاك من الصبح مثلا اللي بالليل مصور لك ريلز جميله لمده شهر مثلا، الموضوع عادي. بس الصياعه والشطاره انك انت توظف المتاح باحسن شكل ممكن، مش تستنى ان الفيديو المثالي او انا هنزل بتقلي بقى، يعني انا هعمل حاجه بقى ايه لازم انزل بتقلي بقى. لا، مفيش حاجه اسمها كده، الموضوع مش كده خالص. مفيش حاجه اسمها انزل بتقلي دي، لا، هو تقلك انك تكمل، التقيل اللي مستمر ده التقيل. انما فكره انك انت تعمل جمعيه وتجيب اجمد مصور وتجيب ادوات كتير ومش عارف ايه وتعمل كامبين جامده جدا، ماشي، ماذا بعد؟ احنا نزلناها النهارده، احنا عايزين فيديو بكره، هتعمل ايه بقى؟ عايزين فيديو بعده، هتعمل ايه؟ وصلت؟ هي السوشيال ميديا عايزه كده، الشورت كونتنت محتاج كده، محتاج استمراريه استمراريه استمراريه. ممكن كل فتره تبقى تعمل لك حلقه يوتيوب، يعني ابدا. يعني شايف حواجز بس انت حاططها جوه عقلك، الخلاصه برضو ابدا، اكسر الحاجز وابدا وحالا. ومهم ان كل الناس اللي بتسمعني ما تسوفش، يعني مهم جدا ان الناس اللي بتسمعني ما تسوفش. انا هقول لكم على حاجه كده، هغششكم حاجه كده من ايه، من الكواليس. اعلى سيزون في السنه هو شهر 11 البلاك فرايداي، ويناير النيو يير، تمام؟ انت لو بدات دلوقتي النهارده تعمل اللي انا بقول لك عليه، من النهارده تعمل اللي انا بقول لك عليه، ان شاء الله 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 تلحق السيزون، يعني تلحق البلاك فرايداي وتلحق النيو يير. الموضوع مش محتاج اكتر من كده. يعني لو عودت نفسك من النهارده ان انت هتشد في التمرين وهتبدا تشير، حتى لو البدايه متواضعه، يعني حتى لو الموضوع بسيط خالص، لو بدات من النهارده وبدات تبني السيرفيس وعملت الويب سايت واشتغلت على الحاجات اللي انا قلت لك عليها وعملت الحاجات دي كلها، تلحق البلاك فرايداي، تلحق السيزون عادي. وفي نماذج لناس كانت في الدفعه اللي فاتت في المبادره، دخلوا المبادره وبعد 6 شهور تركيز، بعد 6 شهور تركيز هو من نفسه جالي وقال لي انا بعت ب 50,000، دخلت سيرفيس ب 50,000. الرقم قوي جدا جدا كبدايه. قال لي انا بعت ب 50,000 وما شاء الله لا قوه الا بالله طار. قلت له عندك مشكله نحكي ده في بودكاست؟ قال لي لا ما عنديش اي مشكله. واحد تاني غيره، بس يعني الكيس المختلف. وناس تانيه من المبادره اللي فاتت ما عملتش جنيه، عشان بس ايه ما حدش يقول ان انا ببيع الهوا مثلا او كده، لا، في ناس كتيره جدا ما باعتش جنيه وما استفادتش حاجه، واللي كان باني حلم ان هو يعمل مش عارف ايه وان هو عايز يسيب الوظيفه ولسه في الوظيفه بتاعته دلوقتي، او شغال في شغله القديم او ما كملش وما استفادش بحاجه، والفلوس اترمت على الارض، وعمل الويب سايت وعمل البراندنج والحاجه اترمت على الارض. بس هل ده ذنب انا؟ لا، مش ذنب انا. هي اول حاجه ارزاق. الحاجه الثانيه بقى انت لازم، قلت لك يعني عشان كده المره دي انا من كل مبادره ومن سلوك الناس وبتفرج بشوف الناس بتعمل ايه، طب اعرف دول وقعوا ليه. يعني ربك رب اسباب، هي طبعا باراده ربنا، بس احنا بنتتبع السببيه. ده وقع لان المايند سيت بتاعه اصلا كان داخل قشطه، ده سبوبه على السريع هنعملها والدنيا هتظبط وبتاع، التوقعات بتاعته مش منطقيه. وفي واحد مستعجل، وفي واحد بيتعامل مع الموضوع مش مصدق انه مشروع، مش مصدق انه محتاج يدي سنه وسنتين. فاللي مصدق انه محتاج يدي سنه وسنتين ده اللي بتظبط معاه بعد 5 6 شهور. فهمتوا الفكره؟ بس كمل يا بودي. ايه اكبر غلطه فرقت مع حضرتك في بدايه مشوار حضرتك؟ يعني اكبر غلطه واتعلمت منها. غلطات اتعلمت منها؟ مش مش انا كيف اكون ما بغلطش، بس مش بحاول اجمع والله حاجه محوريه فرقت معايا مثلا. يعني مثلا مهاره التواصل ما كانتش عندك روم ناسي مش عارف. وقتها. بص هقول لك على حاجه، هو انا يعني بصراحه انا كان عندي يعني بريفليج معين وعندي ميزه تنافسيه، انفير ادفانتج، هي فكره ان انا مهارات التواصل عندي هي قويه بحكم ان انا من باك جراوند تجاري. يعني انا اصلا والدي احنا تجار عطاره وجمله، ولحد النهارده في شغل والدي. انا من صغري وانا واقف اصلا في العطاره في سوق شعبي، مطلوب مني تشالنج ان اللي داخل ابيع له واخلي مزاجه كويس جدا ومبسوط جدا، ومطلوب مني برضو ان انا ادير مجموعه اكبر مني واتعامل مع طبقات مختلفه. فحته مهارات التواصل دي يعني انا يعتبر قفلت الجيم فيها من وانا صغير، فاهم دماغي؟ فالى حد ما دي كانت ميزه عندي بالنسبه لي. فالغلطات ممكن تكون كانت في ايه؟ مش والله ما عارف، يعني مش لاقي حاجه اقولها لك بصراحه. معلش، اخر حاجه بقى عشان صحابي هيتكلموا. يا ريت حضرتك ما تبطلش تنزل ستوريات لان بنتعلم منها بجد. والله يلا ده الله يحفظك، والله كويس انك بتتابع الكلام التافه اللي بقعد اكتبه ده، والله ربنا يجازيك لا خير. مش تافه، والله والله بيفرق، لو كلمه صغيره بتفرق جدا.
الله يخليك يا حبيبي، مبسوط جدا اصلا شكرا من جدا لحضرتك. الله يحفظك، الله يكرمك. اتفضل بقى، كنت عايز تتكلم. انا مش عارف مين اللي يسال، اللي عايز يتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنمشي بالعيد ولا مين اللي بيتكلم؟ معلش انا مش عارف. ابراهيم بدر. ابراهيم بدر، ازيك يا هيمو، عامل ايه؟ وانا اللي قلت السلام عليكم عموما. ازيك يا الحمد عم، لله، ازيك يا عم، الأخبار عامل ايه؟ خلاص طب انا اي هنزل، حد. عمرو هنزل انا وهو يتكلم. ماشي، يلا انا مستني. السلام عليكم، ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ صوت. انا سامعك كويس. تمام. انا كان عندي اول حاجه عاوز ادي اوفر فيو، بعد كده كان عندي سؤال عاوز اساله. اول اتفضل يا حاجه باشا. يعني تسلم جدا على المبادره، ويعني اكيد السيستم ده هيسهل كتير في الشغل. ان شاء الله. انا بالنسبه لي حاليا انا فين. انا اساسا من قبل المبادره انا بعمل محتوى. الحمد لله يعني عندي 200 الف مشترك على اليوتيوب. فانا اللهم بارك. من ناحيه المحتوى فالحمد لله فيها تمام. الحمد لله جهزت السيستم وعملت لاندنج بيج. دربت كلاينت ببلاش، ماشي. وفي فيديو من الفيديوهات ذكرت الموضوع ومرنت اول 3 كلاينت. بس انا لسه ممتاز ما جدا. اتكلمتش عن الموضوع، مش بتكلم عليه في السوشيال ميديا براحتي. يعني انا انا كنت لسه عاوز مبسوط اوصل ان للنقطه انت المثاليه. ايه حي على ان اللي بقوله هو ده اللي بيتعمل يعني. اه فانا الحمد لله يعني دلوقتي كل حاجه جاهزه، اللاندنج بيج جاهزه، الفيديوهات الفيت اكسبرت صورتها عشان يكون براند ليا فيما بعد اتطور للابلكيشن. صورت فيديوهات التمارين، عامل سيستم واضح. وانا اساسا زي ما انت بتقول هو ده المجال اللي انا فعلا بحبه، هو ان انا بمرن وان انا بنزل على السوشيال ميديا. ف ان شاء الله الفتره الجايه ان انا اعمل خطه وماشي عليها الحمد لله يعني. فان شاء الله هتشوف نتيجه هتفتكرني يعني بعدين. بامر الله، بامر الله. ماشي. السؤال اللي عاوز اساله بقى، كان في نقطه لسه. هم سؤالين. السؤال الاول بالنسبه مثلا لللاندنج بيج والكلام ده، ازاي اتاكد ان انا عامله بشكل مناسب؟ هل مثلا بخلي حد معين يراجعه او حاجه والكلها السيرفس من البدايه للنهايه لما العميل يدفع؟ هل هي ماشيه بسيناريو يشجع على ده، ولا مثلا في شويه اخطاء، ولا المفروض انا ابدا واكتشف الموضوع بعدين؟ بص، يعني انا مش عايز ابالك، بس هو احنا كده كده الحاجات دي هي احنا مسهلين على الناس ان احنا اصلا اوريدي اكتشفنا احسن يو اكس ويو اي يوصل المعلومه بسهوله ويخلي الموضوع بالنسبه للناس كونفرجن اسهل. اوريدي لو انت عامل اللاندنج بيج دي معانا او الويب سايت ده معانا او باني الخدمه بتاعتك من خلالنا، اوريدي انت معاك الخلاصه في التعامل مع الصوت، الخلاصه في التعامل مع الاف العملاء في اكثر من مشروع ومع كل المشاهير يعني. بس انما بقى انت عامل حاجه مش عارف يعني، انا مش شايفها فما اعرفش، فانت تقدر تراجع عليها بقى بالتولز اللي موجوده بتاعت الاي اي مثلا. انما لو عاملها معانا احنا خلاص انت مش محتاج مراجعه، لان اوريدي ده اللي انا شغال بيه واللي الناس شغاله بيه، ودي احسن سيناريو يعني، حاجه اتطورت على مدى سنين. تمام ماشي. في حد فتح المايك والصوت معلش مش باين. فتح المايك لما اشوش على الصوت. بس خلاص تمام ماشي. ففهمت الفكره يا ابراهيم؟ ماشي. ان انا اوصل لكام لما اوصل لكام عميل ان شاء الله، يعني ان انا ابدا اعمل الموقع وان انا ابدا اعمل الابلكيشن معاك. ما عايز تعمله دلوقتي اعمله، الموضوع سعر رمزي يعني، مش ما فيش فيه، كلم التيم انت هتكتشف بنفسك ان الموضوع ما ولا اي حاجه يعني، ممكن يكون ارخص اصلا من اللي انت عامله. حتى حوار الابلكيشن كل حاجه الموضوع رمزي جدا فوق ما تتخيل. بس المكسب سبسكريبشن الحقيقي تمام. ان انت والشباب تشتغلوا وتقولوا ان صلاح سليم لما احنا سمعنا كلامه ومشينا وراه الراجل ده فعلا ما ضحكش علينا بس. فانتوا بالنسبه لي انا استثمار، فانا عايزك تشتغل. ماشي، جميل جدا. ان شاء الله بس تشوف الايام الجايه نتيجه عظيمه ابدا يعني. على طول، ابدا الاوفر ده موجود لغايه يوم 1/8، اعمل معاهم الويب سايت واعمل معاهم البراند ده، يبقى ليك ابلكيشن على الموقع باسمك، على الاب ستور قصدي باسمك.
ممتاز. طب معلش اخر سؤال بقى، حوار انه دلوقتي العميل ماشي معلش يا استاذ سيد، خلاص. استاذنك بس تقفل. بس معاك يا حبيبي، اتفضل. ماشي. دلوقتي بالنسبه للتغذيه بالنسبه لايه؟ هل انا المفروض بطلب من العميل ان هو للجدول الغذائي الدايت، هل انا المفروض دلوقتي انا عملت الدايت خلاص ماشي، بس انا عشان الموضوع يكون عامل مجرد اللي هو ينزل على الابلكيشن وخلاص، فازاي المفروض ان انا اخلي العميل يتابع بشكل عملي اكتر؟ فهل انا المفروض نتكلموا على اقول له الواتساب، ما بقول لك تابع ابني مثلا السيرفيس بقى. على ماي فيتنس بال مثلا او لا لا لا، يعني ما هو الدايت بيجي لك محسوب السعرات بالماكروس بكل حاجه. انت ما ذاكرتش بقى الفيديوهات كده. يعني انت مش محتاج حاجه خالص، هو انت مش محتاج اي حاجه. هو خلاص انت لو عملت له الدايت والورك اوت، هو بيجي له النظام الغذائي محسوب السعرات بالفيتامينات بالمعادن بالجرامات بالاوزان، بيجي له على الابلكيشن، وممكن تبعته له PDF على الواتساب كده. يعني الموضوع بسيط خالص. انت لما تتكلم بس مع التيم في فيت اكسبرت هتلاقي الحاجات دي كلها واضحه قدامك. كابتن صلاح عندي مش سؤال عارف بس. بقى، الكونكشن فصلت تقريبا. يعني اتفضل. هو في عمرو تقريبا، ايوه. وبعدين اخد انا، انا بعدين اخد عمرو. عمر فودة موجود. اه اتفضل يا عمرو. هتكلم ولا الكابتن هيتكلم؟ لا انا مستني عمرو. عمر عمرو فودة. الحلو، عمرو الحلو. ايوه. معلش يا كابتن قطع الاتصال، تاخد حد تاني ولا انا بحسبك قفلت والله. لا ولا لا لا لو عندك سؤال لسه ماشي. ماشي. كان حوار عن الدايت. دلوقتي انا كنت بقول ايه، ان الموضوع اهم حاجه يكون عملي، يكون ينفع ان هو يكون لايف ستايل مدى الحياه. دلوقتي لما انا كاتب دايت وهو خلاص شافه في الابلكيشن هو ملتزم عليه، اكيد في ايام هيكون فيها ما يقدرش يلتزم 100%، زي ان هو مثلا قاعد في ماشي، يطلب قهوه. منك عادي. انت ينفع تعمل له، ما انت ينفع تبدل له الوجبات، ما كل ده متاح في السيستم. ما انا ينفع تقول فاهم، له تدي له وجبات، انا ينفع فاهم اصلا بس الدايت الواحد تدي له بدايل. ما هو انا فاهم الحوار ده، بس انا بتكلم لو في حاجه اضافيه لحاجه معينه بتحصل في يوم معين، يعني مش مثلا هو الدايت يدخل مثلا يسالك هيكون، ما هو انا برضو بس. مش هيكون متاح 24 ساعه. انا قصدي دلوقتي هو لا خرج لازم. راح القهوه ماشي، عاوز ياخد جميل. بسكوت مع كوبايه قهوه مثلا، فالبسكوت ده اه اكيد مش هيكون ضمن الحاجات المحسوبه، فهي ممنوع ياخد بسكوت بس. بتمشي كده، مش حوار. اه مم. ايوه، هنقول ايه يعني؟ واحد عايز ياكل الحلويات دلوقتي، خلاص دي الشيت ميل بتاعتك، انت حر. فاهم؟ طب والله انا اه هاخدها، طب خلاص ما تكلمنيش بقى ساعه الانبادي. وصلت؟ اصل هبقى مرن معاك في ايه يعني؟ هحلها له ازاي؟ يعني واحد اه مشترك معايا وعايز ياكل دلوقتي حلويات، ايه الحل؟ طب انت ما تاكل، انت حر يعني. فاهم قصدي؟ هعمل لك ايه اه يعني؟ هتهندلها ازاي يعني؟ هل في طريقه احسب سعراتها مثلا وادخلها في الدايت واوعده ان هو يوم الانبادي الدنيا هتظبط؟ وصلت؟ بس خليني ارد على الشق الواقعي من سؤالك، ان ايه مع العملاء على مدار الاسبوع لو عايزين يبدلوا الوجبات. هو ده اوبشن انت بتبيع بيه اصلا، ان انت متاح. فهو بيبعت لك وانت بترد مثلا خلال وقت معين انت متفق معاه عليه. بترد خلال 6 ساعات، بترد خلال 3 ساعات، بترد خلال ساعه، بترد من الساعه 8 للساعه 12 ايا كان بقى. فهو بيسالك والله مم. انا هعمل 1 2 3. الفولو اب بتاعك وقتها يبقى ايه؟ يا توجد له بديل، يا تقول له لا ده ما ينفعش هيبوظ لنا الموضوع بس. تمام ماشي. ما هو ده منطقي برضه ومريح اكتر، لان انا كنت بفكر في موضوع ان انا هندل حاجه زي كده، ان هو مثلا عاوز مثلا ياخد بسكوته مع اه قهوه. خلاص انا بفهم اللايف ستايل بتاعه، هو مثلا بيصحى الصبح بيشرب قهوه مع حاجه، ممكن احط له انا تمر، ممكن احط له بدايل التمر. بس بتفهم بقى دنيته ايه. وعشان كده يا شباب قلت لكم خدوا مجموعه تابعوهم مجانا، عشان نوعيه الحاجات اللي انت بتسالها دي انت هتتعلم حاجات كتير في تجربه التواصل. لانك ممكن عميل يخضك اصلا، تلاقي نفسك مش عارف هو المفروض احل لك المشكله ولا المفروض اقول لك لا ده ما ينفعش، ولا المفروض اكون مرن، ولا انت بقى حسب الواي اللي هتاخده بقى. فاهم قصدي؟ حسب بقى السيرفيس وطبيعتها. يعني لو سيرفيس مثلا حاجه، يعني انا العميل بيجي لي بيبقى عايز 6 باكس
وعايز حاجه ادفانسد قوي، وعايز مش عارف ايه، وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، ده طبيعي ان انا لازم اكون معاه في ريستريكشن، مش هسيب له الدنيا ضايعه قوي. انما في عميل تاني مثلا واحده ست طول عمرها ما لعبتش رياضه، ست كبيره في السن، دي ما ينفعش اقفش عليها، لازم اخدها تدريجي، وان انا احاول اخليها تكتسب عاده اصلا الاكل الصحي والتمرين، وده مكسبي، فاهم؟ ونحسن مع الوقت، ويبقى في براح شويه في الاكلات، فاهم؟ دي ما ينفعش اقول لها بالجرامات، اقول لها بالسيرفز، يعني مثلا 6 معالق رز، 7 معالق مش عارف ايه، حسب بقى انت النيش اللي هتمشي وراه ايه، هتستهدف ايه، الهويه بتاعتك في السيرفيس ايه. ما هو انت بص على صلاح سليم، هتلاقي عنده كذا حاجه بهويه مختلفه بتستهدف شرائح مختلفه. سيركلز مثلا دي ليها هويه، اس اس تي ليها هويه، اي ترينر له هويه، وهكذا. لا ما هو قطاع تغذيه وتخطيط رياضي. بس عميل كمال اجسام غير الست اللي بتخس عشان عندها الضغط والسكر، غير العروسه اللي عندها مناسبه اللي مش فارق معاها اصلا شيء، وهي عايزه بس شويه مقاسات بسيطه والميزان. السوق مليان بقى، فاهم قصدي؟ حسب انت رايح في انهي اتجاه بتحدد الهويه بتاعتك في السيرفيس ككل. عشان كده مهم جدا 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 تعمل حوار الفري ترايل ده، تاخد مجموعه تجربهم الاول مجانا عشان تتعلم تفهم، شوف اصلا انت اللي بتقدمه ده جايب لك ناس شكلها ايه، وعلى اساسه تشوف هتتعامل معاهم ازاي، فاهم؟ بس. تمام. تسلم يا كابتن. العفو. عمرو الحلو. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. ازي حضرتك يا كابتن صراحة؟ ازيك يا حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ أنا بس متوتر شوية، يعني بتكلم مع خالص حد يعني رول موديل كبير أوي والله. يا عم والله ارمي نفسي من البلكونه. الله يخليك. أنا عندي 22 سنة، بدرس في تربية رياضية شبين الكوم، حاليا داخل فرقة رابعة يعني. يلا ربنا يكرمك يا حبيبي. الله يبارك لك. فكل السنين اللي فاتت كنت باخد في الكلية مواد التشريح والفسيولوجي والتغذية وكده، فيعني عندي وجهة كده يعني عن الموضوع قبل ما أخش المبادرة طبعا. ففكرت في الموضوع شويه بتاع الاونلاين كوتشنج بالذات وكده، فايه بدات قبل ما اخش المبادره مثلا ب3 شهور ولا حاجه. فانا طبعا ما عنديش الايه الرول كلها، فبدات ايه يعني كده لوحدي يعني. خليت واحد صاحبي جرافيك ديزاين يعمل لي صوره كده ان انا بدات وبتاع. ف ما فيش حد جه طبعا خالص. فيعني شفت الاعلان بتاع المبادره من حضرتك، وانا اصلا متابع حضرتك من فتره كبيره، فايه قلت لا يعني لما شفت المعلومات بتاعتها اللي انا هدرسها لقيت دي اكتر حاجه هتنفعني يعني. دي هي يعني رقم واحد لازم اخدها. فخدتها مع حضرتك، ويعني ايه ذاكرت شويه منها، مش كتير طبعا عشان الدراسه برضه والفاينلز وكده. ف يعني جالي يعني قلت اخد ان انا ايه اخد 10 من صحابي او اي حد من صحابي عاوز يخس او عاوز يزيد او كده، ابدا معاه زي ما حضرتك كنت بتقول برضه في الستوريز وكده فخدت واحد صاحبي كان 123 كيلو، وعنده شغف كبير ان هو يبدا يخس يعني وكده. فبدات معاه واحده واحده، انا بس ما خلصتش الكورس كله. بدات ان انا يعني في كل شابتر كده اخلص منه حاجه يعني. فبدات معاه بصراحه وجاب نتيجه محترمه جدا. فانا خدت الموضوع، استعجلت قوي في الموضوع، خدت الموضوع قلت له انا هنزل الصور، قال لي ماشي مفيش مشكله اللي انت عاوزه، بس داري وش بس. قلت له مفيش مشكله. نزلت الصوره، وبرضو يعني حسيت ان انا استعجلت برضو قوي، ان انا ايه ما خدتش منه فيدباك كامله. ماشي، بس نزلت الصوره بيفور وافتر على الفيسبوك وعلى كل المنصات يعني. بس حاسس ان انا عملت حاجه غلط، ان انا استعجلت جامد. انا خدت الموضوع ان انا فكرت ان انا عاوز فلوس من الموضوع يعني، هتفرق معايا فايه. حاسس ان انا استعجلت جامد يعني. حاسس ان انا خلصت شويه بس مش. لا براحتك، انا بسمعك وهعقب في الاخر، يعني انا سايبك تاخد في السرد يعني. حاسس من الكلام اللي حضرتك اتكلمته دلوقتي ان انا استعجلت بصراحه، استعجلت شويه عن انت عايز تحكي انا؟ نعم. بص، اديك التعقيب بتاعي. اتفضل. ربنا بيحب الاتقان اصلا، يعني ربنا دايما يعني بيحب لو حد عمل حاجه ان هو يتقنها. فدايما هتلاقي البركه والتيسير والتوفيق بتحصل اول ما انت تكون عند حدود الاتقان، فاهم ازاي؟
فمن نعم ربنا عليك ان هو اصلا معطل لك الموضوع دلوقتي، لان ممكن حد يتابع معاك ويكون الكيس بتاعته فيها تفاصيل وانت محرج، تقول له بعد ما دفع الفلوس فرحان ان شاء الله، يعني هذا هو هيكون عايز ايه يعني؟ دايت ورك اوت، فاهم قصدي؟ يحصل له اصابه لا قدر الله، يحصل له مضاعفات لا قدر الله، تلاقي نفسك اصلا انتهيت قبل ما تبدا، انتهيت قبل ما تبدا. ده اللي فبسم الله بحسك عليه. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي مطلوب منك دلوقتي اوصل لحدود الاتقان وجدد النيه. ايه النيه؟ انت عايز فلوس صح؟ اكيد. وانا عايز فلوس وكلنا عايزين فلوس، بس في ثقافه معينه اتمنى ان انا اعرف ارسخها عند كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي. يمكن دي من الاسرار اللي بفضل الله خلتنا لحد النهارده مكملين ومستمرين وربنا بيكرمنا يعني اكتر مما نستحق. هي فكره ايه؟ انك انت تكون فعلا من جواك فعلا صاحب رساله، يعني يكون فعلا انت عندك دوافع داخليه انك انت عايز فعلا تفرق في حياه الناس، انت فعلا عايز تغير حياه الناس، انت فعلا عايز تسهل على الناس حياتهم، انت فعلا جواك دوافع طيبه ان انت عايز تنقذ الناس من اللايف ستايل اللي ممكن يموتهم ويدمر حياتهم. في ناس كتيره جدا ممكن تكون ما بتشتغلش بسبب ان هي وزنها تقيل ومش عارفه تتقبل في وظيفه معينه. في بنات كتيره جدا ممكن تكون ما اتجوزتش بسبب ان هي محتاجه ان هي تخس في الوزن وصحتها مزعلاها مثلا. في حاجات كتير، في ناس كتيره جدا حياتها عطلانه بسبب اللايف ستايل بتاعها. فانت من جواك لازم تكون مصدق ان اللي انت بتعمله ده عظيم، انت بتخلي على الناس الحياه بتاعتهم تبقى اسهل. فلو انت جددت النيه واحتسبت ده لله وعملت ده باتقان وباخلاص واجتهدت في ان انت تطور نفسك على قد ما تقدر عشان يكون عندك اكبر عدد ممكن من الحلول، فمحدش يعطل معاك. الفلوس هتحصل وانت مش واخد بالك. انا هسالكم سؤال يا شباب، كميه الكورسات اللي انتوا خدتوها في المبادره، الناس اللي كملت المبادره من اولها لاخرها، بكميه التفاصيل اللي بتحصل باللايف اللي بيحصل دلوقتي، مناسب مع التسعير الرمزي اللي اتقدم؟ لا، كميه التفاصيل طبعا. مرعبه. دي اكتر حاجه التفاصيل يعني. مرعبة. لو في حاجه زي كده مجمعه هتبقى اقل حاجه مثلا ب 30 40 الف جنيه، او هتبقى اغلى من كده شويه. فايه المانع ان انا اكسب وان انا اكون مبسوط وفي نفس الوقت اعمل حاجه حقيقيه تفيد الناس وتفرق معاهم فعلا؟ فبتلاقي لو دي النيه ودي الدوافع الفلوس بتحصل وانت مش واخد بالك. اغلب برضو الناس اللي تابعت معانا في SST، لو في انا اظن ان ممكن يبقى في مجموعه هنا من اللي في المبادره تابعوا معانا في SST او في سيركل، التفاصيل الداخليه اللي بتحصل من تواصل مع الناس ومن نوعيه حلول بتفاصيل التشغيل بالكوست، الموضوع مبالغ فيه جدا. فانا سهل ان انا اقدم ده اصلا بربع الثمن، بس البركه والتيسير والتوفيق ان الموضوع ينتشر وينفجر بالشكل اللي حصل ده هي كانت علشان الواحد من جواه عايز يعمل حاجه محترمه حقيقيه، مش فكره حاجه شكلها حلو تبيع ويكون الحد الادنى من الجوده اللي عنده العميل ما يشتكيش. يعني الحد الادنى من الجوده اللي يخلي العميل ما يشتكيش، حقي وحقك، انت خدت حقك يا عم، انت دافع كام؟ ده 1000 جنيه. انت فاهم قصدي؟ ما بحسبهاش كده انا خالص، بحسبها ان انا ازاي اعمل حاجه قويه جدا وافوردبل للناس واساعد بيها اكبر عدد ممكن. فبلاقي ان الفلوس بتحصل في جنب، وبلاقي بسبب الفيجن دي ربنا بيفتح باب رزق واثنين وثلاثه، وبلاقي ربنا يسخر لي الناس دي بسببها ربنا بيكرمني وبلاقي ابواب رزق بتتفتح لي اكتر واكتر. فانا نفسي ارسخ عند الناس اللي بتتفرج عليا كلها دي ان والله هتعمل فلوس، والله هتعمل فلوس وهتكسب وهتكبر وكل اللي نفسك فيه، بس لازم انت تبقى حقيقي، حقيقي من جواك، وفعلا من جواك بيحركك دوافع انك عايز تغير حياة الناس وتكون مصدق اللي انت بتعمله. الشغلانه اللي انت هتشتغلها دي شغلانه عظيمه بتغير حياة بشر. انت مش متخيل كمية الفرحة والسرور اللي انت ممكن تدخلها على قلب حد كان بياخد ادوية وصحته على قده والحياة صعبة بالنسبة له ومكتئب مش قادر يتحرك، انت خليته يخس وصحته تتحسن وحياته اتغيرت، فرحت اهله بيه واتفتح له ابواب وسبل الرزق وبقى مقبل على الحياه اكتر بسبب ان حياته اتغيرت. فالموضوع محتاج نظره انا عايز فلوس، كلنا عايزين فلوس، بس ايه المانع تكون حقيقي وجنب اللي انت بتعمله بشكل حقيقي اكسب.
بس فعشان ما اطولش عليك اكتر من كده، ارجع استموت في المبادره، استموت وافهم كل تفصيله فيها، وسيب الموضوع يحصل بشكل طبيعي، هتلاقي ربنا يبارك. تمام. انا حاليا يعني عاوز اعمل فورمه زي ما حضرتك بتقول، اكون انا في اقصى فورمه ليا، عشان يعني ابدا اعمل محتوى وكده، ولازم يعني دي حاجه ستيب 1 في الموضوع يعني. فانا حاليا يعني عندي شويه اصابات منعني ان انا اعمل الفورمه الكامله. تمام. دي حاجه معطله شويه الموضوع، بس يعني مش التعطيل اللي هو يعني كبير. ادخل في SST على طول، هنساعدك ما تشغلش بالك. تمام. كلام بجد والله. مم. يعني في من العلاج الطبيعي هيعمل لك اسسمنت حقيقي بجد. انت راجل بقى بتاع تربيه رياضيه وراجل ايوه طبعا. فاهم، مش هنعرف نضحك عليك، صح؟ اكيد اتعمل لك اكيد. اسسمنت صح، وهنشوف يتعمل لك الموبيليتي تيست بتاعك، ويتعمل لك تعمل لك كل الكاستمايزيشن اللي بيه ان شاء الله تقدر ان انت تعمل شيب طبيعي جدا عادي جدا، يعني في حلول. بس ابدا. معظم صحابي القريبين مني يعني 2 3 4 مثلا بدأوا في المجال ان هم اونلاين كوتشنج وخلاص ونزلوا كده، وهم معظمهم شغالين في الفلور يعني في جيم. ف انا حاسس ان يعني دايرتي اللي حواليا بدأ يبقى فيهم زي كتير. انت دايرتك احنا، مش دول. اه. انت دايرتك دلوقتي صلاح سليم وفيت اكسبرت والكوميونتي بتاعه، دي دايرتك. تمام. فاحنا لينا ثقافه معينه، اه. ولينا فكر معين في الشغل، آه. ولينا سيستم، ولينا واي. انت داخل معانا عشان تتعلمه، فاهم؟ اكيد في طبعا. مدرسه معينه هي اللي ماركت ليدر في السوق دلوقتي، هي اللي يعني فيت اكسبرت مثلا في جواه ممكن قربنا على النص مليون مثلا حد بياخد الخدمات من خلاله. تمام. مم. ففي كوميونتي بيكبر، فانت جزء من المكان الصح، ما تبصش بقى جنبك، فاهم؟ فارجع لك لنفس المشكله، انت ما ذاكرتش المبادره، صح. انا ما خلصتهاش فعلا. ما تعرفش احنا بنقول ايه، بس انا فانت مش يعني فاهم دخلت فيهم الاولويه شويه بتاعتنا ايه. بصراحة. يعني وريت لأصحابي اللي في المجال فيت اكسبرت بيعمل إيه، والله العظيم منبهرين انبهار. إحنا عاوزين ناخد الكورس، عاوزين تشرح لنا، عاوزين تقول لنا. قلت لهم على فكرة فيت اكسبرت أنت ممكن تشترك فيه لوحده، رقمه ما هو ممكن تبعت لهم وتاخد فيت اكسبرت ده يبقى معاك برضه عادي. مش أنا اللي هشرحه لك، مش أنا اللي يعني اللي هقول لك عليه بجد والله. قلت لهم فعلا يعني. بس كان مبادرة أنا دافع فيها فلوس وببقى يعني انا عاوزها لنفسي. ممكن يعني لسه يعني في سؤال لحضرتك دلوقتي ان انا ممكن اشرح لهم حاجه صغيره من مثلا ايه في حته مش فاهمينها بتاع مش فارق إيه. معايا عادي، اهم حاجه الناس تشتغل كويس، تشتغل صح. اه. يعني عادي يبقى براحتك، خد راحتك عادي. يعني لو هتعمل حاجه تفرق مع الناس، تخليهم يبقوا مبسوطين ومستفيدين ويشتغلوا صح ويساعدوا الناس، انا دي الرساله بتاعتي اصلا. انا عايز الخدمات اللي تتقدم في قطاع التخطيط الرياضي تبقى خدمات محترمه، والناس اللي بتقدم الخدمات دي تكون بنفس الفكر والثقافه بتاعتنا. احنا ما بنعملش حاجه تجاريه، تجاري ده واقلب مش شغلنا. احنا عايزين يكون لينا اثر، يكون لينا اثر ونفرق في حياه الناس. ده اللي جوايا. فانا عايز بقى اعمل ده فعلا على اكبر نطاق ممكن، واطلع جيل كامل من المدربين ومقدمين الخدمات الرياضيه بنفس الفكر وبنفس الدماغ. وده هو بيحصل، انا بكسب في جنب عادي، وبعمل فلوس ومزاجي حلو والدنيا تمام. وكذلك الناس كلها اللي طالعه برضو بنفس الفكر بتعمل ده، مصدقه اللي هي بتعمله، بتشتغل وهي مبسوطه، لان هي خد بالك فكره انك انت تكون صاحب رساله ومصدق اللي انت بتعمله، ده بيخلي الشغل حلو، انت مستمتع. عكس الروتين، اكيد لما طبعا. تلاقي نفسك اصلا انت الثقافه بتاعتك غلط، لو العميل بعت لك يوه عايز ايه ده، لا لا خالص. انا بجري اشوف الرساله بسرعه وارد عليه في اسرع وقت وصلت. عشان يعرف بس ينفذ هي في مسؤوليته. ثقافه معينه كده، انا محتاج ان انت يعني تبقى جوه عقلك فكر معين عايزه يبقى جوه عقلك، فاهم دماغي؟ بس. انا والله يعني شرف كبير ان انا اتكلمت مع حضرتك. الله يحفظك والله العظيم حبيبي، يعني الله انا يحفظك. متوتر حاليا بسبب ان انا بكلم حضرتك والله. الله يحفظك يا حبيب قلبي. الاستوريات اللي انت حضرتك بتنزلها على انستجرام لازم تستمر فيها بصراحه. حاضر. يعني انا والله بسجل ريكورد للشاشه لما اجي افتح الاستوري بتاع حضرتك والاقيك بتتكلم عن الموضوع بجد كلام يعني حرفيا بفلوس. الله يحفظك يا حبيب قلبي، الله يحفظك. انا طلب صغير بس ينفع افتح الكاميرا عندي اخد سكرين بس يعني. يلا 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 يلا، معاك واعمل لك باي باي كمان. فتحت الكاميرا. ازيك يا جدع. خدها سكرين بسرعه.
تمام. ماشي. هاخد دلوقتي بقى عبد الرحمن، بقاله كتير برضو رافع ايده، وانا مش عارف لو في حد رافع ايده قبله. السلام عبد عليكم. الرحمن. وعليكم السلام. ازاي حضرتك، الاخبار؟ عامل ايه يا حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ بنعمة زي الفل. طبعا يا رب. انا متشرف ان انا كنت من الطلبة في المبادرة دي، ده شرف ليا ويعني والله. الكورس فعلا يعني هو كقيمة ملوش اي علاقة بالكونتنت اللي متقدم جوه، يعني هو اعلى بكتير، وعاجبني ان هو كان يعني واخد انا خفت، انا حسيتها شتيمه. انا لا خفت. لا، يعني هو واخد الجزء الطبي، وخصوصا ان انا كنت علم علوم، فهو واخد الحتة دي قوي، فعلى عكس مثلا اللي احنا بنشوفه في اليوتيوب او في الحاجات الموجودة يعني. الحمد لله تمام، كلنا عجب. فشغل، الله يخليك. فهو كان شغل محترم جدا، ويعني هو ملخص الاونلاين كوتشنج كله يعني. ولكن الحمد لله. بما ان حضرتك بيزنس مان وانا ليا الشرف يعني ان انا في لقاء معاك دلوقتي، فانا حابب اسالك عن حاجه في الاونلاين كوتشنج عموما. معاك. بيبقى دايما في جزء ديرتي شويه، يعني نعم. زي ان الناس بتعمل كولابوريشنز على اساس انهم على السوشيال ميديا مثلا صحاب، لمجرد الفيوز او للسيلز والكلام ده، وده اكيد حضرتك شفته كتير. فمثلا مش فاهم الكونسبت ايه او كده، بس يعني هسمعك للاخر واحاول افهم قصدك ايه. يعني ان انت مثلا ازاي تفرق بين الشخصية، يعني هو اول حاجة على السوشيال ميديا طبعا كسوشيال ميديا الكومنتات لا ترحم، خصوصا ان انا بشوف الكومنتات على بعض الكوتشز مثلا ممكن يبقى رفيع، فالكومنتات بتبقى مش لطيفة معاه. فدي حاجة برضو الواحد بيكون يعني عايز اتعلم ازاي اتعامل معاها ككومنتات سلبية عموما من انواع الناس. يعني طبعا كده كده الناس عمرها ما هتتفق على شخصية واحدة. دي حاجة. الحاجة التانية انه في الكومنتات كاكو السلبيه اتعامل معاها ازاي؟ ده اول سؤال. السؤال اه الثاني. لو مثلا ككوتشز في نفس المجال عايزين يتعرفوا على بعض، ازاي تبقى عارف مثلا ان ده فعلا عايز صاحبك بجد، مش مثلا حد عايز يعني ايه يعمل معاك ترند، مش ماشي. اكتر، مش حد ماشي. بيستغل الناس بشكل ما. يعني ده اللي كان قصدي بالحتة الديرتي وورك فهمت. شوية. فهمتك. يعني دي نقطة، وفي نفس الوقت برضو بيبقى يعني عايز أعرف رأي حضرتك في بعض الكوتشز اللي بياخدوا ستيرويد شوية تمام. وبيبيعوا على أساس إن هم طبيعي وما إلى ذلك يعني ممتاز جدا. طيب السؤال رقم واحد، انت اصلا موجود على السوشيال ميديا بتعمل ايه؟ دي اهم حاجه. انا موجود على السوشيال ميديا بعمل حاجه واحده بس، بعمل بيزنس. فانا مش بفتح السوشيال ميديا علشان الصوره بتاعتي تلاقي استحسان من جميع الفئات والاطياف. يعني انت تدخل على كريستيانو رونالدو هتلاقيه بالشتم، تدخل على محمد صلاح هتلاقيه بالشتم، عادي يعني، فاهم؟ المدرب الرفيع اللي بيتشتم ده في كميه كبيره من الناس بتتابعه وحابه جسمه وحابه الفيت لوك بتاعه. هو حابب الجسم الفتنس بتاعه، حابب الجسم بتاع لعيبه الكوره اللي بيبقى في الشياكه في اللبس والكلام ده كله، فله اودينس. انما كوميونتي البادي بيلدينج والعيال المهووسه بقى بالضخامه والكلام ده كله، ده بالنسبه لهم ده دخيل على اللعبه. ده مين ده اصلا عشان يتكلم؟ ده سحليه. بالظبط. فعادي، حسب الاودينس بتوعك. وفي ناس مدربين جامدين جدا وعندهم ميزه تنافسيه، النولج، وتلاقي جسمه وحش وبيبيع. فمالهاش علاقه انت بتبيع ايه وبتقول ايه، بيجيب شريحه شكلها ايه. طب اللي انت بتقوله ملمس معاهم ولا لا، هيظبط خلاص. فمش فارقه بقى يعني. انا عادي لما حد دخل مثلا شتمني على السوشيال ميديا ما يفرقش معايا، عادي، ما يشتم. يعني ما بيبقاش هدفي ان انا اخليه ازاي ان هو انا اعجبه، لا. انا ببيع. انا عندي العملاء بتوعي، عندي المدربين اللي بيتابعوني، عندي الناس اللي مهتمه بالفيجن بتاعتي، عندي الناس المهتمه بالحاجات اللي انا بقدمها. فانا ما بيهمنيش. وطالما انا خلاص موجود على السوشيال ميديا، فانا لازم اكون عارف ان في مجموعه من الناس الغير سويه اللي مهما انت عملت، انت اصلا نزلت صوره عاديه، حتى لو نزل وجبه. اقول لك على حاجه، جرب انت حتى، جرب كده ايه، تفتح مثلا فيديوهات الاكل اللي هي بتبقى وجبه مفيش اي حاجه متصوره غير واحد مثلا بيطبخ وهو مش ظاهر، الاكل بس متحط، وافتح أيوة. الكومنت، الناس بتشتم. طب انت بتشتم دلوقتي؟ يعني الموضوع غريب. انت فاهم قصدي؟ فكذلك كده يعني. فانا بتعامل مع الموضوع ان في عيال صغيره، في مش عارف ايه، في كذا، في ناس مجانين، في ناس عندها كبت
مكبوته فعلا ومفيش اي منفذ للطاقه غير انه يدخل يشوف اي حاجه شكلها حلو حقيقة يقوم جدا. يطلع عليها زباله. فاهم أيوة. قصدي؟ فعادي. فده اول حاجه، الموضوع مش فارق. انا هدفي ايه؟ انا سوشيال ميديا موجود، ما باخدش من السوشيال ابروف فاليديشن لنفسي. مش فارقه يا عم، عادي. ما مش عاجبك، طب خلاص ما اعمل سكرول اللي بعده. انت فاهم قصدي؟ ده بالنسبه لي. أيوه فانا ما بدورش على السوشيال ابروف من السوشيال ميديا يعني. فاهم قصدي؟ أيوه فاهم. فانا داخل ابيع، انا داخل اعمل فلوس وافيد الناس، فلوس وبفيد الناس بس. انما مش داخل عشان الناس تقول عليا انا حلو. انا حتى لما بنزل حاجه او كده بوصل لك مسج معينه. فاهم دماغي؟ حصل. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، حوار اميز ازاي ما بين حد بيحبني وما بيحبنيش. انت كام سنه؟ أنا 24. 24. ماشي، سؤال منطقي. عند مرحله معينه هتعرف ان اصحابك الحقيقيين هم المجموعه اللي انت خرجت بيها بقى ايه، اللي اتعاملت معاهم بشكل مباشر. فاهم دماغي؟ الناس اللي انت عارفهم أيوه وعارفهم وبنعدي على بعض وبنخرج وبنروح. انما السوشيال ميديا كلها بنسبه 80% بزنس. فعادي جدا ان لو حد عايز يعمل معايا كولابريشن عشان نعمل ريتش، ما ايه المشكله؟ انت وين وين. ايه المشكله؟ ايه الديرتي في كده اصلا؟ يعني انت راجل عندك فيوز وانا عندي فيوز، طلعنا عملنا فيديو لذيذ مع بعض واتبسطنا، وانا اتشافت عند الناس بتوعك وانت اتشافت عند الناس بتوعي. ايه المشكله؟ فين الحاجه اللي فيها مؤامره او حاجه ديرتي في الموضوع؟ مفيش. عادي. أيوه فاهم. دي القصه الثانيه. الحاجه الاخيره بقى، اغلب البيع دلوقتي شغال بفكره الفاليو من السيرفيس اللي انا بقدمها. الفاليو من السيرفيس اللي انا بقدمها. انما نادرا ما حد بيشتري عشان شكل عضلات ده احلى من ده، او نادرا ما حد بيشتري عشان الواد ده خد مركز تاني، بس الواد التاني ده اهو، المدرب التاني ده اهو خد مركز ثالث، فانا هشترك مع المركز التاني اللي عضلاته احلى. محدش بيعمل كده. هو مش مطلوب منك اكتر من فكره ان انت تكون انعكاس اللي انت بتتكلم عنه. انت فت بقى، انت اللايف ستايل بتاعك رياضي، ببيع بده. فاهم قصدي؟ فوالله بقى أيوه اللي بياخد استرويد، اللي ما بياخدش استرويد، اللي بيقول الطبيعي يكسب، اللي بيعمل الكلام ده كله، هو حر. في النهايه انت السيرفيس اللي عندك ايه؟ انت جامد لنفسك، بس السيرفيس اللي عندك ايه؟ فاهم دماغي؟ هو ده اهم سؤال يعني. بس أيوه. بس يعني شكرا جدا لحضرتك، وآسف لو طولت عليك. الله يكرمك. لا خالص، ولا اي تطوير. مين؟ عمرو جمال. ماشي، انا مش ظاهر قدامي الاسئله كلها. السلام عليكم يا كوتش. معلش مش سامع. معاك عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك يا كوتش. اتفضل انا يا حبيبي. سعيد ان سامع. انا معاك النهارده. عندي بس انا كم اسعد سؤال حبيبي. سريع كده عشان اسيب المجال للشباب الباقيين. ماشي يا حبيب قلبي، معاك. الله يجزاك خير. بخصوص الوزن يا كابتن، انا يعني كان واحده من الاهداف اللي انا دخلت فيها المبادره النقطه اللي انت اتكلمت عنها، انه انا عندي هدف. اول حاجه ان انا اساعد نفسي لان انا وزني عالي وشغال على النقطه دي. النقطه الثانيه ان انا اساعد الناس. فعاوز نصيحتك ليا كده بخصوص ان انا عاوز انزل وزني، هل اوثق الحاجه دي وتكون اقدر انزلها في السوشيال ميديا، انه تكون عامل ليا مستقبلا ان انا يعني قدرت اوصل من الوزن كذا الوزن كذا، وان انا اقدر اساعدك في الحاجه دي. وثقها بشكل يومي مع الناس في ستوريز، وصورها وجمع ماتيريالز كتير، عشان دي من اكتر الحاجات اللي بتبيع. من طيب. اكتر الحاجات اللي بتبيع. ممتاز، الله يجزاك خير يا كوتش. وبخصوص السؤال الثاني، انت اتكلمت على نقطه ان انت يعني تشتغل مع حد ببلاش. انا بشتغل مع يعني تحتي دلوقتي 9 بشتغل عليهم الحمد لله، يعني وصلت الله معاهم بدايه كويسه. لكن انه الاغلب منهم ما بتشوفش منه الجديه ان هو يقدر يستمر. بس انت عارف ان الحاجه المجانيه ما بيحسش بيها بليمه، يعني ممكن عادي انت بتعملها له ببلاش. بس في ناس بتبقى محتاجه ده عادي. فانت فعلا. هيقع ناس كتير معاك جدا مش جد، وهتلاقي ناس كتيره جدا نفسها حد يساعدها. صحيح. بس طيب، وبخصوص السؤال دي طريقة الثاني، بقى. انت قلت على التوجه. ازاي انا اعرف اختار يعني اللي معايا مثلا الناس اللي وزنها عالي ان انا اقدر اساعدها اوصل لوزن معين؟ يعني ازاي احدد توجه زي كده في المحتوى بتاعي؟ ما هو انت المحتوى بتاعك ما تشغلش بالك احدد ايه. انت خليك مم. حقيقي، والواقع والحقيقه بتاعتك هي هتجيب ناس شبهك. فما مم. تضغطش نفسك بفكره انا المفروض اظهر ايه. لا، اظهر حقيقتك عادي خالص، بمنتهى الاريحيه. انت بتروح الجيم وبتجيب سقف تطويرك لنفسك وبتشارك ده مع الناس، هيجيب ناس شبهك مؤمنه بالفيجن بتاعتك. دي اسهل طريقه على السوشيال ميديا، ودي الطريقه الصحيحه الوحيده. اي حاجه غير كده معاناه.
تمام. السؤال الاخير بخصوص انت كلمت يا كوتش، انا شفت في المبادره عن موضوع التسعير، بس مثلا لو انا بره مصر ازاي اعرف اسعر مثلا كحاجه زي كده مستقبلا ان شاء الله؟ خد يعني معلومه المتوسط من الناس اللي حواليك. الناس مثلا اللي حوالي، انت واحد بينزل مثلا عنده 500 100 نتيجه 100 حاله، انا لسه ما وصلتش الحاجه دي. يعني خد مقيس، متوسط الاسعار بتاعت الناس اللي حواليك. هو انا ده عنده حالات كتيره فبالتالي منزل، ففي فيدباك يعني موجود. انا ازاي ان انا مثلا عندي لسه 5 6 حالات، هل دي اقيس عليها ان التسعير على الشخص ده او لا؟ حضرتك موجود فين، في مصر ولا انا في بره مصر؟ السعوديه. البلد فين؟ في السعوديه. مم. ممكن تبدا بالثلاث شهور ب 300 400 ريال مم. عادي. ده ماشي رقم بسيط ماشي، الله يجزاك خير يا كوتش. في البدايه يعني عادي. الله يكرمك يا رب. الله تسلم. يحفظك. الله يحفظك، الله يعلي قدرك. السلام عليكم كابتن صلاح. وعليكم السلام، ازيك يا ابو حميد؟ اتفضل. كله بخير. استاذ حضرتك بس سريعا يعني عايز اسال حضرتك في حاجه بالنسبه للمحتوى الاعلامي. انا بقالي فتره بنزل كونتنت بس مش كتير، يعني انا نزلت مثلا حوالي 10 فيديوهات. هو انا مدرب باور ليفتنج تمام، ولايف ستايل عادي، ومهتم بالكوركشن والموبيلتي. فاغلب الحالات اللي معايا انا معايا مثلا حوالي 5 معايير صوتك بعيد معلش. كده واضح قرب شويه من المايك. كده. كده كويس ماشي. تمام. اغلب الحالات اللي معايا كصور هي مش قويه قوي، لان كان اغلب المشاكل اللي كنا بنشتغل عليها موضوع فكره الالام بتاعه المفاصل وكفاءه الحركه والكلام ده. فكفيدباك صور الوضعيات بتاعتهم، وضعيته مثلا في التيست في اول مره، وبعدين التيست بعدها بشهرين، وخليه يطلع يقول انا كان ظهري بيوجعني، بقيت برتاح، بقيت بستربع، بقيت مش عارف ايه. صوروا القوه بتاعته بتتطور، صوروا الفورم بتاعه مثلا في التيست بيتحسن. في 50 حاجه تعرض بيها، ده بالعكس دي هتخليك متميز جدا. تمام. طيب بالنسبه للمحتوى الاعلاني، لو عندي فكره اوفر مثلا، هو الاوفر هيخلي السعر رمزي، ولكن انا كنت بفكر فيها من فتره، يعني بالنسبه لفتره ثانويه عامه وان هم خلصوا كده، فكمحتوى اعلاني بيبيع بشكل بحت، هل هيجيب مع الناس وانا لسه ما عنديش كونتنت كتير او فلور؟ صوتك بيبعد قوي، بس انت بتسالني انت هتعمل اعلانات ولا لا، صح كده؟ ما تعمل وتجرب، شوف هتجيب مع الناس ولا لا. واعرف الغلطه، حلل اللي انت بتعمله وحسن وانت شغال. تمام. حتى لو ما عنديش كونتنت كفايه على السوشيال ميديا كاثبات. ما انا ممكن احيانا اشتري حاجه لا ليها سوشيال ميديا ولا ليها موقع ولا ليها محتوى، بس هي حاجه معينه، تول معينه انا محتاجها، اعلان فرشه معين، اعلان صندوق معين، تول معينه، ستاند معين للموبايل هيلزقه، مش عارف ايه. انا والله لو انت قدرت تعرض حل مشكله الناس بتعاني منها وتبروزه بشكل معين وتستهدف بيه الناس دي، والناس صدقتك، خلاص اشترك معاك. تمام، يعني هستهدف بس ان انا طبعا كل احل ما يكون في تواجد اكتر على السوشيال ميديا وكل ما يكون في ماتيريال اكتر، الموضوع هيبقى معاك اسهل. عمليه صبر بس واستمراريه في الكورس. تمام. شكرا جدا، اشوف حضرتك على خير الايفنت الجاي بقى بتاع الفيفر ان شاء الله. بالتوفيق، بامر الله بامر الله بامر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلاح، ازي حضرتك، عامل ايه؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. انا بس عايز اشرح كده الموضوع بس باختصار. انا عندي 25 سنه، شغال مدرب بقالي حوالي 6 سنين، وسيرتيفايد برضو، واخد سيرتيفيكيت بتاعت الاي سي سي اللي هي بتاعت زمان دي. انا بس الحمد لله دلوقتي انا شغال في جيم، وحاليا الحمد لله يعني بعمل ارقام كويسه، باخد بيست سيلر. وبس في مشكله ان انا تعبت من موضوع الفلوس كده، فعايز اشتغل اونلاين. فاحنا عندنا مشكله ان انت ما تقدرش ان انت تشتغل اونلاين وانت شغال على الفلوس. ابني سوشيال ميديا قويه، تمام، ونط من المركب بعدها. انط من المركب؟ طب انط من المركب ده مثلا لما ابقى عامل، يعني انا دلوقتي مثلا باخد وليكن جزء مثلا فلوس، المفروض ان انا اقدر اسيب الفلور ده امتى مثلا؟ ما انا بقول لك لما يبقى في سوشيال ميديا انت مسنود عليها وعارف انك لو قلت اونلاين الناس هتيجي. وصلت؟ فاستفيد بقى من مرحله الفلور دي بانك انت توثق على قد ما تقدر اللي انت بتعمله. يعني تصور كتير في الجيم، اشرح حاجات بتعملها مع الناس، اشرح كيسز، اشرح حلول لمشاكل، اشرح تحديات بتقابل عملاء. انت اول ما تنزل الحاجات دي انت هتستغرب اصلا اللي هيحصل معاك. هتلاقي الناس بتدخل لك الانبوكس، كوتش هو المتابعه معاك بكام؟ كوتش هو المتابعه معاك بكام؟ فاهم قصدي؟ ما تعملش ولا فيديو انت بتبيع فيه اونلاين. فاهم دماغي؟
بس صح. عند مرحله معينه انت هتفهم ان الموضوع خلاص سهل ان يحصل كونفرجن قوي. بس انا في واحد اعرفه، 2 اعرفهم، انا مش مستاذنهم ان انا اقول اساميهم، كنت قلتهم لك يعني. هم في حد منهم هيطلع معايا في بودكاست ان شاء الله كمان اسبوع، وواحد تاني برضو ان شاء الله ممكن بعدها بشهر يبقى موجود معايا يعني. الاثنين كانوا فلور وبتاع، هم بذون ال 200,000 في الشهر دلوقتي. ان شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هل ده هيحصل لك؟ ما اعرفش، ممكن تسيب الفلور وتطلع ده اسوأ قرار خدته في حياتك. بس احنا بنتتبع السببيه وبنستدل من الحاجات اللي ممكن تحصل معانا من قصص الناس اللي شبهنا. وصلت؟ صح. بس خلاص تمام، شكرا. التوفيق. جدا. الله يكرمك. في انا طب انا اعرف ازاي الناس اللي عليه الدور او كده بتعرف طيب في ساره. ازاي حضرتك يا كوتش؟ الحمد لله والله. انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. هو انا يعني ازاي اخلي حد يستمر معايا الفتره؟ يعني مثلا في حالات بتبقى تمام والنتيجه كويسه، بس ممكن مثلا شهر ومش بيكملوا، وساعات برضو كتير بيزهقوا. يعني مثلا انا بحاول انوع في الدايت وكده، بس يعني بحس ان هما بيزهقوا بسرعه، لان برضو اغلب الوقت لما بظبط مثلا حسابات حاجه بحس ان برضو النظام قريب قوي، فهم بيزهقوا. فانا مش عارفه ممكن اعمل ايه عشان الموضوع يبقى احسن يعني. جددي في التجربه، يعني دخلي اسئله كتير جديده في الموضوع، تخلي التجربه كل شويه متجدده مع الناس، وخلي جوده التواصل مع البنات افضل. البنات بتحب اللي يرغي معاها، تحب اللي يحكي معاها، ياخد الموضوع في جانب ايموشنال اكتر. ده الحاجات دي لو عملتيها هي هتبقى مجهده شويه، بس الحاجات دي لو عملتيها هتخلي البنات تدفع لك اشتراك عادي جدا وتجدد معاكي، وهي ما حتى لو مش ملتزمه. ممكن تدخلي انا اسئله على اغلب النوم، على انا السكرين اغلب اللي تايم. معايا اصلا بنات، بس بيزهقوا بسرعه قوي من الدايت. يعني كل شويه مثلا احنا ما انت مثلا كل شويه خلي نفطر بيض الموضوع، ومش عارفه ايه خلي نجيبهم. علاقتك بيهم اكبر تمام، من حدود فكره دايت ورك اوت. والله ده اللي بعمله. بس ساعات مثلا بحس ممكن لو اشتركوا شهر 2 مثلا مش بيكملوا، هم لسه مثلا فاضل لسه عليهم حبه، بس ما هو ده بيزهقوا كده، بقى. ما هو طالما ما بيجددوش يبقى مش ده اللي بتعمليه. وصلت؟ في احسن من كده. مم. ما هو طالما ما بيجددش يبقى في حاجه ممكن محتاجه، ما هي ده الحل. الحل ان السيرفيس نفسها اللي انا بقدمها تتطور، ويتحط فيها حاجات زياده تكون خارج نطاق حدود فكره التمرينه والنظام الغذائي. ابداي اتكلمي معاهم في السكرين تايم بتاع الموبايل وازاي ده بيفرق معاهم في جوده النوم. ابداي اسالي على النوم، ابداي اسالي على حاجات كتير يوميه. ابداي مثلا اتكلمي معاهم كنوع من ان انت بتعملي ريكاب للاسبوع كله معاهم. ايه التحديات اللي واجهتها؟ طب انت كنت حاسه ايه؟ طب شايفه احنا نقدر نعمل ازاي؟ شويه حاجات تشجعهم وتدخلهم في المود بتاع الالتزام والتمرين. طب انت بقى عايزه حاجات اكتر تقوليها للناس، محتاجه ان انت اصلا تشد على نفسك اصلا كمان اكتر، هيبقى عندك حاجات كتير تقوليها لهم. وصلت؟ هو انا اصلا عامه بتابع معاهم اصلا كل يوم، يعني لحظه بلحظه تقريبا. يعني ايه لحظه بلحظه؟ يعني مثلا بعت لهم مثلا كل يوم مثلا كلوا ايه، عملنا ايه، حاجه عايزين يسالوا عليها، حاجه مثلا يعني مثلا في امساك في حاجه، يعني بقول لهم في مثلا لحظه مكالمات بلحظه تفاصيل الكلام اللي زي ده. نعم. بتتصل بيهم؟ لا، على الواتس. ماشي، يبقى اعملي مكالمه كل اسبوع، دي هتفرق قوي. مكالمه ريكاب للاسبوع كله، تمام. دي هتفرق جدا جدا. وحاولي تخليها فريندلي، يعني عادي لو في 5 دقائق الموضوع راح في زون شخصيه، لان خدي بالك الحاجات اللي احنا بنعملها دي هي حاجه ترفيهيه، فالاصل في الموضوع ان العميل يبقى مبسوط. لا والله انا بتعامل فريندلي جدا، بس هم بيبقوا دايما اكتر باصين على الميزان وعلى الارقام، مع اني بقول لهم مثلا مقاسات اهم، الميزان ساعات مثلا مش ادق حاجه، بس هم دايما بيلاقوا مثلا ان هم ممكن اللايف ستايل يتحسن، بس هم باصين على الميزان، فعشان كده ساعات بيزهقوا مش بيكملوا اصلا. انت ممكن تحجمي التوقعات بتاعتهم من البدايه، تشرحي لهم حدود التجربه والطبيعي اللي احنا نعمله ايه، وتقللي التوقعات بتاعتهم شويه عشان لما يعملوا نتيجه يبقى هم حاسين ان هم عملوا فوق الطبيعي. وتفهميهم ان احنا بنعمل شيب، مش السكيل وزننا، واحنا اهم حاجه قصه الميزان دي سهل جدا ان احنا ننزله لو عملنا انظمه قاسيه، بس الموضوع هيفرق معانا في البشره وفي الشعر. خدي الموضوع في حتت تانية كتير. ممكن تضيفي ليهم روتين للعنايه بالبشره، ممكن تضيفي لهم حاجات ليها علاقه بالشعر، تيبس.
يعني البنات في التعامل معاهم الموضوع ملوش حدود، في حاجات كتيره جدا جميله ممكن تتعمل. خلاصه جددي في التجربه، اقعدي كده مع نفسك برين ستورمنج، جددي في التجربه، واسرع حاجه تبداي تعمليها هي حته المكالمه الركاب للاسبوع. تمام. طب يا كوتش معلش ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي. هو دلوقتي في مثلا حالة لسه بادئة معايا، هو ولد، تمام. هو دلوقتي مثلا وزنه فوق ال 150، تمام فهو بادئ ينزل جيم بس 6 أيام في الأسبوع. فأنا مش ماشي. عارفة كده المفروض إن أنا أتعامل معاه كرياضي ولا كشخص عادي مثلا محتاج إن هو يخس، هو عاوز إن هو يخس بس هو بينزل عضلات، حاول بص ينزل هو مع نفسه في كده ونزل عضلات كتير. في ناس بتبقى 100 كيلو او 80 كيلو وضعيفه ملهاش تمرين، وفي أيوه. ناس بتبقى 150 كيلو بيبقى قوي جدا جدا، يلعب كوره ويجري ويروح بدنيا قوي جدا. فهي الفكره بقى، المعيار في الموضوع ده هو اصلا الباك جراوند بتاعته ايه، هو اتمرن قبل كده ولا لا، بيتمرن ولا لا، طب هو اصلا وضعه ايه، تحاليله ايه، قصته ايه، هل لا المشكله عنده هي غدد معينه، هل في التمرين حاجه. لسه. هو لسه نازل التمرين جديد وبيلعب كارديو ومقاومة بس أصلا. بيلعب كارديو مقاومه بس، طيب بص على اه. تحاليله بقى، بص عنده مشاكل مثلا في الغدد كده يعني. والتمرين بالعقل خالص، المفروض الشده بتاعتها ما تبقاش عاليه لو هو حد لسه جديد كده يعني. الموضوع بقى محتاج. هو اللي انا عملته يعني الصراحه ما مشيتش على حسابات قوي، لان انا الصراحه يعني في جزء لسه واقع مني، ما كنتش بدات لسه في رياضيين يعتبر. فانا مشيت معاه قوي ان انا اهتميت له قوي قوي بالبروتين، لانه هو ما كانش مهتم بيه خالص، الفطار تقريبا ما بيفطرش اصلا. فانا اهتميت بالحته دي قوي اكتر من الحسابات. محتاجين كده نشد على المبادره تاني، ما هو عشان انا الحاجات دي الصراحه لما واقع مني تحصل. حاجات ولسه اه هكملها. انا يعني نفس الرد اللي انا قلته لعمرو، نشد عشان الحاجات مم. دي لما تحصل نعرف نساعد الناس باحسن شكل ممكن. يعني هو كده ممكن اكون اللي عملته ده مثلا غلط، انا قلت حتى في الاول كده اما نشوف القدره ايه، لان هو طبيعه اكله اصلا. يعني انا ظبطت له زي ما هو كان بياكل، او زودت ممكن البروتين لان هو البروتين كان اقول واقع لك اللي عنده. ممكن يحصل له ايه، يبقى ضرر ويزعل. تمام. ممكن مم. يخس يحصل له ترهل اكتر من الطبيعي، يعني كده كده الاوزان العاليه لما بتنزل بيحصل عندها مشاكل في الجلد وكده، هو ممكن يخس بشكل يحصل له مضاعفات، ممكن يجي له انيميا، ممكن يحصل له مضاعفات كتيره جدا. فالموضوع ريسك، فمحتاجين ان احنا يبقى عندنا المعلومه 100% عشان نعرف نساعد الناس صح. تمام. ايه تاني يا تمام ساره يا معاك؟ كوتش. السلام عليكم. لا كده تمام، مش شكرا لحضرتك. العفو على ايه، توفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا اندرو؟ انا اندرو. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ انا الصوت كويس الاول. يا حبيبي. انا بتابع حضرتك من ايام جيم مصر. لو في مش عارف في حد في الشباب هنا يقدر يفتكر جيم مصر دي، كان في 2014. 2004. فاكر حضرتك الحوار ده؟ الصفحه بتاعت جيم ما مصر في انا فاكره. بس من ايام ما كانت الناس بتتكلم عن انا الاونلاين شرف كوتشنج ليا يعني ده انك اذا انت كان هو حاجه 12 حقيقيه ولا لا. 12 سنه وما زهقتش. بالظبط انا بتقول من ايه؟ ايام طاهر تيتو. انا صيدلي 33 سنه. انا بشتغل في شركه ادويه كبيره. تمام. بتمرن بقالي 12 سنه، من ايام ما كانت يعني متابع لكل الناس اللي في هذا الفيلد، من ايام الاونلاين كوتشنج ده ما كان، هل هو بدعه ونصبايا ولا لا. يعني قليل جدا من الناس اللي في المجال اللي انا مش متابع. بدات من سنه. تمام. قبل ما اشترك في المبادره انا اخد ناس اونلاين. تمام. دربت 10 او 15 واحد، عملنا نتائج كويسه. تمام. وانا بطبيعه شغلي انا ميديكال ريب في شركه ادويه، فبالتالي الكوميونيكيشن عندي كويسه، بتعامل مع كل الفئات، مع من الاسيستنت للدكتور الاستشاري الكبير. النقطه دي كويسه. معروف برضو في الوسط والعيله واصحابي ان انا بحب الفتنس، مهتم بنفسي. فعلى طول الناس بتيجي اندرو عايزين نسالك على كذا كرياتين، ايه رايك في كذا، طب تاخد كذا. فانا في الحته دي واخد خطوات كويسه. تمام. وزي ما بقول لحضرتك عملنا نتائج كويسه. المشكله او الحته اللي انا عايز اتكلم فيها بقى، انا بتمرن في جيم من الجيمات الكبيره اللي هو فيكتوري كامب بتاع كابتن رضا. فانا مش في المطبخ، انا يعني في 2 3 بره المطبخ مش موجودين معانا. يعني انا مثلا الفلور لو احنا 100 شخص، في 2 مش مدربين. تمام. فانا النقطه دي، على فكره انا حضرت بودكاست لحضرتك قبل كده، وحضرتك بتتكلم هل المجال ده لسه فيه كاباسيتي ياخد مدربين تاني ولا لا.
ومقتنع بالنقطه دي، بس برضو بتعمل لي احباط. يعني انا جيت في وقت معين، طب اسيب الجيم، طيب اعمل انفولو لكل هؤلاء المدربين وليا علاقات بيهم حلوه وده شيء ايجابي، بس في نفس الوقت عارف اللي هو طب احنا هنقدم ايه تاني؟ تمام، احنا هنقدم ايه تاني للناس؟ احنا هل الفيلد ده الداتا اللي بتبقى بسيطه والكونتنت البسيط، انا وصلت لمرحله لا اكيد الناس عارفاه، رغم ان انا برضو عارف ان الحاجات البسيطه اللي انا اعرفها او الشباب يعرفوها ممكن تبقى بالنسبه لناس تانية جديده، وايه ده هو ده فعلا كده. بس برضو ساعات بيجي لي لحظه احباط كده، انه هطلع مثلا اتكلم ان النصايح بتاعت الميه بعد الاكل او اثناء الاكل، حاسس الموضوع اتهرس بشكل كبير، حاسس ان المطبخ مليان ناس كتير جدا. طبعا في برضه حته يعني كونفليكت انترست، ان انا بشتغل في شركه وهل انا ممكن اخرج من الحته، يعني في موضوع كومبليكيتد شويه. بس فوقفت شويه، يعني انا بقالي سنه ودربت ناس وعملت نتائج حلوه، بس جالي حته احباط كده اللي هو احنا كتير جدا في هذا الفيلد. ف ايه رايك؟ برضه خايف شويه من الاي اي، حاسس ان هيجي وقت يكون الاي اي ذكي انه مش يبقى بيساعدنا بس، انه يبدا ياخد الفيلد ده بشكل ذكي جدا لحته يكون فيها الكوميونيكيشن بس هي اللي فاضله له، وممكن يعرف يظبطها قدام، يعني ممكن يعرف يتكلم في الحته دي قدام فمش عارف. بص يا سيدي، انا هرد على اخر سؤال اللي هو الاي اي. تمام، انا هسالك سؤال. انت دلوقتي لما بتلاقي بيج تعمل كونتنت وشايف الفيديوهات اللي هي بتاعت الاي اي، اللي هو حاسب ما تغسلنيش مش عارف ايه، انا ممكن اجيب كتير، عرفت الحاجات دي. تمام، فلو شفت تمام. مثلا بيقدم كونتنت بالاي اي، او شفت اكونت بيقدم كونتنت بالاي اي، او شفت اعلان اي اي، الانطباع جواك بيبقى ايه؟ ان دي حاجه رخيصه، صح؟ صح. بالظبط. جرب بقى مثلا تشوف اعلان اصلا معمول بالاي اي لاكاديميه او لحاجه زي كده، انت على طول بيجي في عقلك الصوره الذهنيه ان دي حاجه كده ايه، عيال صغيرين اللي عاملينها، وان دي مش حاجه سيريس. صح ولا غلط؟ بالظبط. فالاي اي الوفره بتاعته في الماتيريال وفي الكونتنت وسهولته ادت انطباع عند الناس ان دي حاجه رخيصه. فحتى الناس اللي بتعمل خدمات اونلاين، والله العظيم من لسانهم ليا انا، يعني بيقول لي انا كنت جايب شات بوت يرد على الناس في رساله الاستقبال. اول ما حطينا الشات بوت ده يرد على الناس، الكونفرجن ريت قل، بمعنى ان كل العملاء اللي كانت بتدخل تسال على الخدمه ولقت حد بيرد في ثانيه بوت يقول التفاصيل 1 2 3، ده ادى للناس انطباع سلبي عن الخدمه ان كل اللي جوه اي اي. يا عم طب ما انا اعرف اعملها بشات جي بي تي، ما عندوش حاجه. فاصلا من كتر سهوله الاي اي وتوفره في ايد الناس، بقى في احتياج حقيقي، مش في مصر ده، حتى في الوطن العربي كله بقى في احتياج حقيقي ان انا عايز انسان اتكلم معاه، عايز انسان اتكلم معاه. فمع الوقت اصلا الوفره في الاي اي هتخلي الناس اللي بتقدم الخدمه بنفسها وبتقدم تجربه من التواصل الانساني اغلى من الاول. دي معلومه ليك. فالاي اي بيخدمك، يعني الاي اي وانتشاره والتولز الكتير اللي موجوده دي بتخدمك. وبعدين احنا عمالين نقول احنا خايفين من الاي اي، خايفين من الاي اي، طب ما تتعلم اي اي. انا في ناس احيانا فعلا بتدخل تقول لي يا اندرو انا كنت مظبطه دايت وتمرين مع الاي اي، بس هي برضو الشخص ده مفتقد انه يحكي مع حد يضيف له حاجه، هو بيفتقد الخبره الانسانيه. انا هقطعك واقول لك ان اصلا التدريب الاونلاين وفكره ان حد يتكلم مع حد عشان ينظم له حياته وينظم له الهيلث لايف ستايل بتاعه، ده احتياج انساني مش هيختفي. احتياج انساني، انا عايز حد اتكلم معاه، انما انا مش عايز معلومه، انا مش فارق معايا المعلومه. يعني حته الدايت والورك اوت المعلومه نفسها ما فيهاش ازمه. فانت لو مخلي حدود علاقتك بالعميل هي المعلومه، فانت شغلك مهدد، لان اوريدي انت ما بتعملش حاجه. انما لو انت قدمت تجربه قويه من التواصل مع العميل باكسبيرينس مختلفه، وشاورت للعميل على حاجات ممكن تتحسن في حياته هو ما يعرفهاش، فبالتالي هو ما يعرفش اصلا يطلب بيها، يكتب بيها برومبت على الايه،
على الاي اي، على شات جي بي تي. انا ما اعرفش اصلا ان انا عندي مشكله في الموبيليتي، انا ما اعرفش اصلا ان انا الريستنج هارت ريت فيه مشكله، انا ما اعرفش اصلا ان انا ينفع اطور الفتنس ليفل بتاعي. انا اقصى حاجه معلومات عندي ان عشان اخس انا محتاج دايت، فادخل اقول له انا وزني كذا فخسسني. فانت بقى دورك كواحد مقدم خدمه، انت بتقدم وعد مختلف. انا بقدم لك تجربه من التواصل هتساعدك اصلا انك تكتسب العاده اللي تخليك مع الاستمرار توصل وتحقق هدفك. انما المعلومه نفسها مش ازمه، ما كل الناس عارفه انها عشان تخس محتاجه تعمل دايت، والناس كلها فاهمه ستراكشر الدايت، وده من قبل الاي اي ومن قبل تولز الاي اي. طب ليه الناس ما بتخسش؟ لان مش دي السيرفيس اصلا. فانت لازم تفهم ان اللي انت بتقدمه، كل الناس اللي معايا على فيت اكسبرت، كل الناس اللي بتستخدم السيستم، كل الناس اللي معايا في المبادره، جزء من الثقافه بتاعتنا لازم نبقى عارفين ان احنا ناس حقيقيه، وحدودنا مع العميل اكبر بكتير، وعلاقتنا بيه اكبر من فكره معلومه. احنا بنقدم للعميل اكسبيرينس، احنا بنقدم للعميل تجربه من التواصل بتخليه اصلا يعرف يلتزم ويحقق اهدافه. وصلت؟ فانت بالنسبه لك الاي اي مش تهديد، ده بيديك ميزه، بيديك بريفليج انك انت شخص حقيقي في وسط عالم بقى كله بوت. فاهم قصدي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى حته البلد كلها مش عارف ايه وبتاع. هو معلش انا لما ابقى، ده بالعكس بقى، ده انا هقول لك على معاناه انا كنت بعانيها. انت معاك ميزه دلوقتي، الميزه اللي معاك ايه؟ انت داخل مبادره، مبادره صلاح سليم بتاعت الاونلاين كوتشنج، خلصت بتعلن عن الاونلاين كوتشنج، لان في سوق ممهد، الناس فاهمه يعني ايه سيرفيس اونلاين اصلا. انما على ايام وانا ببدا اصلا كان في ازمه ان ما حدش، انا بشرح للناس يعني ايه اونلاين كوتشنج، فما كانش في سوق. فاحيانا ان انت تبقى موجود في حاجه لوحدك او العدد قليل، دي مش ميزه، معناها ان ما فيش سوق، ما فيش ماركت. انما اللي انت بتقوله ده ان بقت مليانه مدربين وكله بقى بيتكلم وكله بقى بيعمل، معناها ان في سوق حجمه مرعب يستوعب. وصلت؟ بس انما مش معناها انا، لا، انت اشغل نفسك بقى انا هقول ايه، مش هقول ايه مختلف، لا انا هقول ايه اساسا. مالكش دعوه الناس بتقول ايه، انت اشغل بالك. قضيتك دلوقتي ان انت، انا لازم اشتغل على نفسي وامر بتجارب قويه جدا في تطوير النفسي وفي الفتنس جيرني بتاعتي، عشان يبقى عندي معلومات كتير وتحديات كتير ملموسه خارج حدود الكتب تميزني وتميز الهويه بتاعتي، وبالتالي اعرف اتكلم بشكل مختلف عن الكل. وعادي جدا ان انت تتكلم بنفس الطريقه وتقول نفس الكلام وتقول نفس كل حاجه، هي في النهايه قبول. يعني الناس هتبقى قبلاك، الدايره بتاعتك غير دايرتي غير دايره ده، كل واحد له دايره الجذب بتاعته. فيفضل ليوم الدين كل يوم لما يظهر حد بيقدم خدمات هيشتغل. نفس فكره المدرس الخصوصي، واحنا صغيرين ايام الثانويه العامه، ما في مليون مدرس، مليون مدرس، بس والله انا طريقته بحبها. واجي صاحبي يقول لي لا يا عم انا ما استحملش المدرس ده، انا رحت لفلان الفلاني. هي كده، طالما سيرفيس وتواصل وحاجه فيها جانب انساني، هي مبنيه على القبول والراحه. انا قلت لك هو الموضوع مش بالمنطق، فاهم ازاي؟ بس فالتنوع ده حاجه كويسه، في يعني جزء حاجه برضو كل اللي انت قلته جاي. في جزء في الفيلد ده معتمد على ناس بتعمل فيديوهات تطلع ناس تانية بتقول كلام مش صح او ده كلام قديم. برضو ده ساعات بيدي خوف عند الناس ان هي تبدا تتكلم او تعمل محتوى، لان هو حاسس ان ممكن على يطلع فكره مصلحه، على مسرح، فاهم؟ لا خلي حد يعمل معاك كده، والدايره بتاعته اللي هتلاقيها عماله تطبل له، ده مش عميل اصلا. يعني ده مش عميلك، لا عميلك ولا عميله. اي حد بيتفاعل على محتوى تريقه على حد تاني، ده مش شخص سوي ومش عميل ومش حد بيدفع فلوس. فانت اصلا المفروض ده ما يشغلكش بكل اللي بيعمله ده. بالعكس، انا لو حد بتاع بيزنس وعايز اشترك، الواد ده مش محترم، انا مش هشترك معاه، هو مش مريح، مش هشترك معاه. باخد بالك يا جماعه، لازم نفرق ما بين محتوى بيعمل ريتش وتفاعل، وما بين محتوى عنده القدره انه يعمل كونفرجن اللايك لفلوس. دي مالهاش علاقه بدي. مش كل حاجه بتجيب لايك وشير معناها انها بتعمل فلوس. انا في ناس بتيجي تقعد معايا من الاندستري بتيجي تشتكي لي الريتش بتاعه ملايين وما بيعرفش يبيع. انت تبص على الموضوع من بره تحس ايه ده الواد ده عنده ملايين الفيوز، ده ازاي؟ وواحد تاني ممكن ينزل صوره ما تجيبش 30 لايك،
بس باع 30 بيعه. فهي ملهاش علاقه، هي ليها علاقه بنوعيه الرسائل والصوره الذهنيه اللي انت بتوصلها لعميلك. شخص ليك فيه، شخص منضبط، شخص مسؤول، شخص فعلا سيريس، شخص عنده المعلومه ويقدر يساعدني. وبعد ما ادخل عنده بقى جوه الخدمه الاقي في حاجه حقيقيه جوه، ساعتها انا هرشحه لغيره ولغيره 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 وافضل جوه الخدمه عنده بس. فانت بطل تبص حواليك شويه وركز على الشخص اللي في المرايه. ماشي، عايز اخد صوره مع حضرتك بقى. يلا بينا يلا بينا يلا بينا، بدل الاثنين اهو. تمام، ميرسي، تعبت حضرتك. تحت امرك. احنا كده بقالنا قد ايه؟ يا عمر؟ ساعتين. طيب انا هستأذن، في حد لسه عايز عنده سؤال؟ كابتن صلاح. حد من الناس اللي ما اتكلمتش قبل كده لسه عندها سؤال؟ الشبكه انا مش سامع، البتاع بيتحرك بس انا مش سامع الناس. يعني عارف انت لما الناس بتتكلم بيجيب لي. حد لسه عنده اي استفسار يا شباب قبل ما اقفل؟ من الناس كابتن صلاح، ايوه ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل. انا اكس سبيشال فورسز، تمام. بس يعني سؤالي عشان انا لسه في الخدمه زي ما انت اكيد يعني ممكن تكون فهمت دلوقتي. فانا مش معايا عارف. كذا حاله، معايا كذا حد كده كتير، مين يبقوا اصحابك اصلا؟ فانا دلوقتي مش عارف الصراحه ازاي اقدم نفسي، وخاصه ان انا يعني المفروض ان انا مش يعني فكره ان انا اظهر. انا عارف ان في ناس مؤخرا كده على الاكونت بتاع حضرتك وهم بيظهروا، تمام. لكن هو ممكن المجالات الشغل بتختلف. بص، هو فموضوع قالوا له اهم حاجه ما تظهرش بالبدله. تمام. لا بس هو في اماكن بتختلف عن اماكن. فهو موضوع الظهور بالنسبه لي يعني هو هيبقى في مشكله، خاصه انا لسه قدامي بص 3 اقول او لك 4 في سنين طريقه لسه موجود. في طريقه صايعه، يعني في طريقه صايعه ممكن تعملها. تمام. شير الاكتيفيتي بتاعتك والناس هتجي لك انبوكس، انما ما تبيعش. يعني شير الاكتيفيتي بتاعتك تمام. وانت بتتمرن وانت بتجري وانت بتعمل، اتكلم في تغذيه وتمرين وما تقولش حاجه. هو انت هتلاقي الناس داخله لك دي ام كلهم. هو اصل ما حدش تمام. بيطلب. هو انا يعني الناس اللي بتشترك معايا بتكتب في التعليقات. لا ما انا فاهم دي. وبعدين بقى بعدها نقوم عاملين لك ويب سايت ومشغلين ادز وخلاص في جنبه بقصص التحولات اللي تابعت معاك، انت ما تظهرش في الصوره. تمام. ليها طرق. طب لا، ممكن ليها مليون حل. بس طب هي سؤال اهم حاجه الهويه الرياضيه بتاعتك تظهر. يعني ورينا وانت بتاكل صحي وبتتمرن والفورمه والكلام ده كله. يعني حضرتك كده لازم ابقى انا ظاهر، ولا ممكن يعني انا مش عارف يعني مثلا لا. الاكل انت لازم تمام تظهر. لازم اظهر. تظهر، بس احنا مش هنقول ان احنا بنبيع حاجه. انا فاهم دي، خلاص فهمتها دي. تمام. طيب سؤال تاني لحضرتك كده سريعا. هو انا دلوقتي مثلا يعني اطلع اكتب اسمي ولا اكتب اسم يعني مثلا انا عامل حاجه كده على التيك توك اسمها دلتا. لا، يعني الاكونت الصريح بتاعك عادي خالص، واظهر عادي جدا انك انت بتروح الشغل وبتيجي وبتعمل، بس في جزء من حياتك انت شخص حقيقي، ما انت اكيد بتتمرن صحيح وفت وبتاع والحاجات دي كلها. ده بالعكس، تمام. اظهر ده بقى كله. وما تمام. تقولش حاجه ولا تقول لحد انا ببيع والبروفايل بتاعك زي ما انت عادي. بس هو عادي اللايف ستايل بتاعك. انا راجل بتمرن وبتاع، وانزل ايفنتات، روح شارك في حاجه هاي روكس، شارك في سباق. صحيح. ما هو انا كنت لسه اسال حاجه مش عارف حضرتك. ايه. فاهم فهمتها. العبها كده. وبعدين عادي ممكن مع واحد صاحبك يعملوا فيديو مش عارف ايه بتاع عادي. انا بتمرن، ما حدش يقول لك حاجه اصلا. انما وانس ان انت قلت تعالوا اشتركوا ببيع بكذا، هي دي المشكله. صح، ما هي فعلا هي دي الازمه الاساسيه يعني. انما ما تعلنش عن ده في الدرع عادي. طيب سؤال تاني. هو انا دلوقتي طبعا هو انا مش بتكلم في بودي بيلدينج اصلا. فاهم، انا فاهم الموديل اللي انت عامله. صح كده؟ فاهم انت عامل ايه. يعني مفيش مشكله، ده برضه هيبقى كويس يعني. جدا. هو ده اصلا اللي جاي البودي بيلدينج خلاص، يعني الموضوع يعني بينقرض. تمام خلاص. انا بس مبسوط ان انا مع حضرتك ومتشكر. ده شرف ليا والله، واتمنى انك انت تكون استفدت من التجربه يعني. لا جدا جدا. والله يحفظك.
شكرا. على خير. ان شاء الله. كابتن شكرا. صلاح، بعد إذن حضرتك، معاك يا عمار. فكرة إن أنا انا اسف يا عمرو، بس قبل ما انا خدت منك سؤال قبل كده، هسال بس لو في حد من الموجودين ما سالش قبل كده وعايز سؤال، بعدين هاجي لك بعدها. ماشي. السلام عليكم كابتن صلاح. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه حضرتك؟ اخبارك ايه يا حبيب قلبي؟ الله يخليك حضرتك. بس انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك والله. ده شرف ليا والله يا دكتور. الله يخليك. انا كان في استفسار صغير كده بعد اذنك. معاك انا يا الحمد دكتور، لله اتفضل. معايا كذا حد يعني مشترك معايا، بس بصراحه يعني من اغلب اكتر الناس اللي معايا هم من الدايره اللي حواليا. انا ازاي اقنعهم ان هم يبداوا يدفعوا لي مقابل الخدمه اللي انا بقدمها، مع على الرغم ان هم لقوا تغيير؟ يعني ما شاء الله، يعني الناس خست بال 20 وال 30 كيلو لان هم بقى لهم 6 شهور معايا وملتزمين فعلا. بس اما اجي اكلمهم في فلوس بحس ان هم يعني عايزين يقولوا لي انت ازاي تاخد مننا فلوس، فاهم قصدي؟ وفي ناس الحمد لله كان عندهم الضغط والسكر وفعلا وكانوا بياخدوا انسولين، وانا من خلال خبرتي بدات ان انا اعالجهم والحمد لله كانوا تايب 2 وبقوا كويسين جدا. بس مش عايزين، يعني رافضين فكره تماما ان هم يدفعوا لي فلوس. قول لهم بصوا انا ده عايز اخر ابدا شهر. اعمل يعني زي بص هقول لك تعملها ازاي. تعملها بالشيكه خالص. انت قوم داخل مهزر معاهم كده، قول لهم بصوا يا جدعان، ده اخر شهر هتابعكم فري، وانا بعد كده مثلا هتابع ال3 شهور مثلا ب 3000 جنيه مثلا، بس ليك انت لا الناس 3000 القديمه اللي جنيه معايا. اصبر عليا بس. الناس القديمه اللي معايا هاخد منهم 1000 جنيه في ال3 شهور مثلا. ده خصم يعني قصدك؟ او ايا كان بقى المساحه السعريه اللي انت تقدر تتحرك فيها، ما اعرفش، بس هو الحد الادنى لحاجه زي دي 1000 جنيه في ال3 شهور، الحد الادنى يعني. اقل من كده تبقى ملهاش لازمه، ده كده اصلا ببلاش يعني. ايوه انا عشان انت كده قول له كنت عايز اوثق الموضوع بحيث ان انا اعمل ويب سايت بقى وشغل يعني عالي زي ما يلا حضرتك يلا عامل. يلا قبل يوم، اللهم صل على النبي، قبل يوم 1/8 الاوفر ده يفضل موجود بامر الله. اعمل لك الويب سايت وما تشغلش بالك، اول دفعه من القسط بتاعته بعد الشهر، وهو اصلا سعره كلام فاضي ببلاش يعني حرفيا. طب انا كنت عايز اخد رايك في حاجه صغيره، معلش انا بطول معاك عليك. يا حبيبي والله براحتك. انا معايا مبلغ مادي كده، يعني مبلغ كويس محترم، فكنت عايز افتح زي جيم وكده. بس طبعا فكره ان انا اجيب اجهزه براندنج وكده، فممكن الموضوع ده يكون واقع مني، خصوصا ان انا مش هجيب مكان تمليك، هجيب مكان ايجار. ركز في فرايك السيرفيس بس الاول، فيها فلوس حلوه، وممكن ربنا يكرمك والموضوع يبقى عياده، والعياده يبقوا 2، وبعدين تبقى يتدخل فيها اجهزه، وبعدين تدخل فيها الوجوفي والمونجارو والحاجات دي كلها، وفيها فلوس احلى كتير من الدايركشن التاني، ومتناسبه مع اللي انت ماشي فيه يعني. تمام يا دكتور، تمام يا كابتن، تمام. انا متشكر جدا يعني ان انا مع نصيحتي حضرتك ليك يعني. على الصوره بقى. الله يعافيك. يلا بينا يلا بينا. تمام يا كابتن، شكرا. احلى صوره. العفو على ايه. اخد حد كمان قبل ما ارجع لعمرو. حد عايز يسال؟ شد المايك واسال على طول. حد عايز يسال من المجموعه اللي بتتابعني او اللي موجوده في اللايف؟ المونجارو يا دكتور، يا كابتن صلاح، هل حضرتك شايف ايه يا انه حبيبي؟ ممكن يأثر على الفيلد ده، المونجارو والحقن اللي موجوده، وان الناس بتستسهل؟ ما هو برضو الموضوع طب ما الاسترويد موجوده من زمان، وحوارق الدهون موجوده من زمان. هي المشكله مش في المونجارو. طب ما اللي ياخد مونجارو بعد ما بيوقفها بيتخن تاني. انت دورك تعلم الناس اللايف ستايل. هو بقى عايز ياخد مونجارو، عايز ياخد استرويد، عايز ياخد اللي يعمله، هو حر، ده قراره الشخصي. بس في النهايه اللي انت بتقدمه هو هو اساس السايكل، اللايف ستايل. فما تقلقش والله لو اخترعوا ايه، السيرفيس مكمله. تمام. ممكن اسال يا كابتن ولا؟ حاضر، هاخدك يا عبد الله انت وعمرو، بس اشوف بس لو في حد من الناس اللي موجوده من البدايه اللي ما اتكلموش قبل كده يسالوني يعني. انا بيتهيألي كده فرصه للناس. يا جماعه حد عايز يسالني في حاجه؟ كابتن صلاح، يا هيما. معلش سؤال اخير بالخصوص الموضوع الهايبريد تريننج. يعني انت اتفضل. ممكن الناس اللي هو نفس المجال بالنسبه لي، مين انجح تجربه بالنسبه لك عشان انا اخلص واخش عليه على طول على الدي ام على طول؟ انجح حد زيك ما انا هسلمه كده.
خيري اه تمام ماشي. بس خيري قلبه ميت يعني، هو طالع معاه في بودكاست فهو حر بقى. ايوه لا، ما انا ما عشان كده انا بقول يعني خيري قلبه هو ميت، بص. هو كان لسه بيتكرم في ايفنت بتاع كيب جوينج من يومين، فادخل له كلمه. أيوة. تمام خلاص خيري مجرم يعني. تمام ماشي شكرا. ما اعرفش هو مظبطها ازاي يعني، شوف غش منه بقى. ما هو عشان كده انا بقول يعني اشوف حد كده غش ونمشي منه. وراه يعني. ماشي ماشي شكرا. حبيبي. يلا ماشي، قول لي يا عمور انت وعبد الله عشان خلاص اختم بيكم بقى. يلا يا عمرو. بس يا كابتن، بخصوص لو انا مثلا فكرت ان انا اشتغل مع حد من اللي هم يعني اللي هم فاتحين شركه حاليا. زي مثلا زي اي حد من اللي عنده الاماكن ايوه والكلام ده كله. فعلا. ماشي بس ومعاهم تيم، يعني معاهم تيم اوريدي، فاهم؟ ماشي. يعني اخش معاهم. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ ابقى انا لوحدي ومعاهم برضه، هل هم اصلا بياخدوا ناس كده فعلا ولا؟ انا بالنسبه لي انا باخد الناس اللي بتبقى واخده اول حاجه الشهادات، والحاجه الثانيه بيبقى في عندنا بقى فتره كده بتاعت اسسمنت، بنشوف اصلا هو ينفع معانا ولا لا. بيمر بقى بكل الحاجات بقى، تكنيكال وكتعامل وكاتيتيود وككل حاجه. ده بالنسبه لنا. باقي الناس ما اعرفش شروطهم ايه يعني. بس انا ارجع واقول لك، هات سقف الاتقان والاحسان في انك انت تكون حريص في انك تجيب اخر حدود السعي، يعني ما تستعجلش. اخر حدود كل حاجه زي ما حضرتك بتقول، صحه، كل حاجه. ربنا يكرمك يا حبيبي. ايه حاجه تانية معلش؟ اتفضل يا يعني اعمل ايه عشان احضر لحضرتك اي حاجه اوف لاين، سواء ميتنج او سواء اي حاجه يعني؟ انا والله ما بعملش يعني. هو لو كده هتلاقيني مجمع الناس بتوع المبادره، اصل ده كده كده خلاص، انتوا كده دي المجموعه بتاعتنا خلاص. يعني هو انا علاقتي بيكم ما انتهتش، هي العلاقه احنا بنبدا لسه يعني. ده الكوميونتي بتاع فيت اكسبرت. ماشي، المجموعه اللي بتحضر الحاجات اللي معانا دول الهاي اتشيفر، الناس اللي كملت، الناس اللي عملت السيستم واشتغلت وكملت وبتاع، ماشي دي الناس. بس اوريدي اي ابديتس اي حاجه، انتوا الحاجات دي حصريه اللي هنا يعني، الحاجات دي مش هتنزل على الميديا، فاهم قصدي؟ فكده كده اي حاجه تخص المجموعه بتاعتنا هيجي لك بيها رساله. تمام، ربنا يخلي حضرتك والله حبيبي. يلا يا بودي. حاضر تمام. حضرتك على الاي اي، انا شايف ان الاي اي هيغير شكل المدرب، لكن مش يعني السؤال هنا ايه المهارات اللي لازم المدرب يطورها من دلوقتي علشان يفضل ليه كلمه في عصر الاي اي؟ ايه الحاجات اللي انت تطورها؟ مهارات التواصل، بس انك انت ازاي تتواصل مع برضه وازاي تقدم تجربه حلوه للناس، وانك انت تكون فاهم قوي، فاهم كل التحديات اللي الناس هتمر بيها. تعمل نفس اللي انا قلته، تجيب اخرك في انك تطور نفسك، فيبقى عندك كميه معلومات رهيبه عن التجربه وعن الحاجه اللي الناس هتمر بيها، فتسبقهم بالحلول قبل ما قبل اصلا ما يقولوا لك ان عندهم مشكله. والحاجه الثانيه انك انت تكسر الحاجز بقى وتبدا تشارك الحاجات دي مع الناس وبتاع، وتركز في التفاصيل، فتبني تجربه متميزه مبنيه على جوده تواصل معينه. فوالله ولا اي اي ولا اوتوميشن ولا اي حاجه هتفرق معاك ساعتها. تمام. يعني هقول لك على حاجه. إيه اللي انا بعمله دلوقتي، انا قاعد بتكلم معاكم بقالي قد ايه؟ حوالي ساعتين ونص، صح؟ ايه طيب انت اكيد راجل عندك قدر من الذكاء والحد يعني، اكيد انت في مهارات عندك انك انت قادر تميز ان الراجل ده بيجيب من قلبه وبيحاول فعلا يطلع لي كل اللي عنده، صح ولا غلط؟ دي حقيقه. طيب ده عمل تاثير عليك ايه؟ بنى جواك اول حاجه ثقه ناحيتي، تمام، وارتياح نفسي. فانت بقى عندك ولاء ناحيه الراجل ده او المنتجات اللي بيقدمها، صح ولا غلط؟ لو جالك الصبح حاجه بديله بتقدم اي حاجه انا بقدمها اوتوميتد بالاي اي، هتبقى حابب تتواصل معايا انا تاني ولا مع الاي اي؟ لا معاك انت، مش اي اي خالص. بس فهمتها؟ فانا عايزك بقى تعمل ده شغلك. ما هو انا بقدم سيرفيس معينه وعندي منتجات معينه، والثقافه والفكر بتاعي ونظرتي للشغل بتنعكس على الاتيتيود بتاعي وعلى انا بتصرف ازاي وبعمل ايه. فهي ظاهره لك دلوقتي. انت دلوقتي احنا ما فيش حد، انا فيش سكريبت بقرا منه، فاهم قصدي؟ ما فيش حد هيعرف يتجمل ويتصنع ساعتين في اسئله ارتجال. فانت باين قدامك الفكر بتاع الشخص اللي قدامك، صح كده ولا لا؟ صح. فهي دي بقى الاتيتيود ده لو انعكس عندك انت كمان كنت حقيقي وبتحاول تفيد الناس وبتحاول ان انت تجيب من قلبك وتفيدهم وتغير حياتهم فعلا، والموضوع بالنسبه لك انت بتعمله ومهم بالنسبه لك وانت مصدقه، زي ما انت بالنسبه لك مهم انك تعمل فلوس.
هتعرف ان انت ولا اي اي ولا اي حاجه هتفرق معاك، لان الناس بتحب الناس الحقيقيه، بتحب تتواصل، فاهم؟ بس طب معلش، اطور ازاي مهاره التواصل دي او اكتسبها منين؟ كتب؟ احتكاك، عايزه احتكاك كتير، مفيش كورسات ليها، مفيش ورك شوب لمهارات التواصل، احتكاك، اتكلم كتير مع ناس كتير، قدم خدمات كتير، افتح مجالات كتير، روح تجمعات، حاجات. السيلز اكتر حاجات تفرق برضو في الموضوع ده قوي. تمام، شكرا جدا. سعيد جدا ان انا كنت مع المجموعه الجميله دي النهارده، واتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى ان انا اشوف المجموعه دي كلها بامر الله وهي بتتكرم معايا في حفله الهاي اتشيفر. دي حفله بنعملها كل 6 شهور. الحفله دي فكرتها باختصار ان الناس اللي دخلت السيستم عندنا وبتستخدم فيت اكسبرت وعملت البراندد اب، الناس دي بيكون عندها القدره ان هي قدرت تكبر شغلها وبقى عندها عدد كبير من العملاء. فاحنا بنبقى فرحانين بيهم وبنحتفل بيهم، ندخلهم معانا في بروجرام، بنعمل لهم بقى زي ورك شوبس مكثفه بره الحاجات اللي انا بقولها دي. بنجيب ناس بقى من كل التخصصات، ناس في ميديا باينج، ناس ليها علاقه بالجروس بتاع البيزنس، ناس ليها علاقه بالبيرسونال براندنج. بنعمل كولابريشن مع شركات كبيره، وبيكون في يعني زي تعاقدات وحاجات حصريه كتير للكوميونتي بتاعنا وللمجموعه بتاعتنا. فاتمنى ان شاء الله ان انا اشوف الناس دي كلها معايا بامر الله، واتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. وحابب اكد ان لحد يوم 1/8 بامر الله هيكون في عرض، هو في خصم دلوقتي، خصم اضافي فوق الخصم 50% على فيت اكسبرت. واي حد عايز يعمل ويب سايت، اي حد عايز يعمل ابلكيشن باسمه براندد اب، برضه هيكون في ان انا اقسط لك ثمن ده بسعر مخفض على 4 دفعات، واول قسط بعد شهر من التعاقد.